بتبتدي حكايتنا في أسرع عائلة جوي المتهالك اللي بيكون فيه اتنين عواجيز قاعدين قدام بعض، وبيقول واحد منهم لتاني: ياه يا يون، عدى زمن طويل على آخر مرة تقابلنا فيها. أنا أفتكر إنها كانت من 40 سنة، كان عندنا وقتها 15 سنة. أنا افتكرت إنك شاب متعجرف عمال يقول كلام سخيف، لكني ما كنتش أتوقع إن إحنا هنجتمع تاني في يوم من الأيام ومعاك كنوز المستحيل الخمسة. فبيبص له بطلنا يون في صمت، وبيفتكر أول مرة قابل فيها جوي بالتحديد من 40 سنة، لما طلب منه استخدام التقنية الأسطورية الخاصة بعائلة جوي، أحد أعظم اكتشافات الموريوم وأخطر تقنية سرية على الإطلاق، واللي احتاجت 40 جيل علشان يعرفوا يصنعوها بشكل كامل، وهي تقنية التراجع العظيم، واللي رغم بساطة أساسها حسب كلامهم، لكن تطبيقها على أرض الواقع كان شيء ضرب من الخيال، لحد ما قرر جوي يحقق أمنية عائلته في الحصول على المفتاح المفقود لاستخدام التقنية. فحاول مرات عديدة استخدام التقنية دي، لكن النتيجة كانت دايما الفشل، وما كانش في خيار تاني قصاد جوي غير الاستسلام، بسبب انه التقنية محتاجة عناصر ذات قوة خارجة عن الطبيعة. فالمواد الخمسة الضروريين لإكمال التقنية من المستحيل جمعهم مع بعض، بغض النظر عن قوتك، لأنه كل قطعة منهم هتتسبب بحرب عالمية أصلا. فمن باب السخرية قال جوي الموضوع ليون علشان يحبطه ويمنعه من قبول المهمة، ولكن بطلنا يون حتى بعد كل اللي سمعه ما كانش يعرف ايه يعني مستحيل، وأفنى نص حياته في جمع الخمس مواد الأساسيين لتفعيل تقنية التراجع، واللي هم جرس الرعد الأسطوري، إرث طائفة الشمال المعروفة بالرياح السماوية، مشعل التنين المقدس، إرث عائلة التنين المقدس، وجوهر سمكة ال10,000 عام، وأخيرا أخطر عنصر ما بينهم، الروح السرية لشيطان العالم، الإرث الخفي لطائفة الشيطانية العظيمة. وبنرجع لوقتنا الحالي، وبيكلم جوي مع يون وبيقول له: أنا افتكرتك مت في الوادي المجهول لما رحت تجيب آخر عنصر، شكلك خضت معارك خطيرة وشرسة عشان توصل لهنا. الصراحة ما كنتش أتوقع أنك ترجع في يوم من الأيام ومعاك الخمس مواد الأساسيين لتقنية التراجع العظيم، بس حتى لو كنت أقوى مقاتل. فبيقول له يون: أنا كمان اتفاجأت من نفسي إن أنا قدرت أجمع كل المواد المطلوبة وقدرت أعدي كل المعارك دي. أنا وصلت لمرحلة صعبة جدا، لدرجة إنه جالي اعتقاد إنك بتكذب عليا ومفيش حاجة اسمها المواد الخمسة المستحيلة للتقنية. فحتى حكماء الشاولين المعروفين بعرافين السماء ما كانوش عارفين مكان الكنوز بتاعتك. ففي مرحلة كنت هاجي اقتلك على كذبك عليا، لكن لما رجع لي تاني مع اول مادة اكتشفتها. فبيتفاجأ جوي من كلام يون وبيقول في نفسه: وعجباه، اخر مرة شفته فيها كان شكله شبه الامراء المدللين في الطوائف الكبرى. مين كان يتخيل انه هينتهي به المطاف بالتحول لراجل عجوز بشعر ابيض في سن ال50 غير مظهره البائس. فهل الدم بتاعته اتغيرت عن اخر مرة؟ فهل القدر كان لازم يكون قاسي مع الشاب ده عشان يوصله للمستوى ده من القوة؟ فبيكمل كلامه مع يون وبيقول له: انا ما سألتكش اخر مرة تقابلنا فيها لانه كنت فاكر انك مش هتنجح اصلا، فقول لي انت عاوز ترجع للماضي ليه؟ فبيهبد يون الكوباية اللي على الترابيزة وبيقول له هو بيشتعل من الغضب: عشان انتقم من ابن الكلب ده. فبيتفاجأ جوي من ردة فعل يون وبيسأله: اوف، مين الشخص اللي انت بتكرهه بالشكل ده لدرجة انك عايز ترجع للماضي علشانه؟ فبيقول له يون: لما تعرف اسمه مش هتتعجب من رغبتي، فاللي بسعى للانتقام منه اسمه يو موجي. فبيتصدم جوي من اللي بيسمعه، لانه يو موجي ده هو اخطر محارب على مر العصور، وما خسرش معركة واحدة ضد خبير فنون قتالية، وبسببه كل القادة العسكريين الداعمين للموريوم ماتوا على ايد موجي، اللي كانوا قائد اتحاد الموريوم، قائد الاتحاد الصالح، وحتى الشيطان السماوي ما فلتش من تحت ايده. وده مش لانهم كانوا ضعفاء ولا حاجة، وانما لانه موجي كان اقوى محارب بالتاريخ، وما فيش محارب قدر يقف قصاده او يتحداه. وبالمقارنة مع يون اللي بالكاد قدر انه يستغل الزحمة اللي عملها وانشغال الخبراء العظماء بيه عشان يحاربوه، ما كانش هيقدر يحصل على العناصر المستحيلة دي من الاساس. فيكون الامر شبه مستحيل بالنسبة ليون انه يقدر يتغلب على الوحش ده. فبيرجع جوي يتكلم مع يون وبيقول له: انا مش بقلل من شأنك، بس انت عارف انه موجي محارب اسطوري حتى لما كان صغير، فلو رجعت في الماضي ومعاك خبرتك السابقة فرصة انك تتغلب عليه هتكون لسه قليلة جدا، فما اعتقدش انك هتعرف تقتله حتى لو رجعت للماضي. فبيقول له يون: مهما كلفني الامر انا لازم اقتله بايدي الاتنين. اللعين ده كان السبب الرئيسي في تدمير حياتي، فبسبب الشيطان السماوي ابويا السيد العظيم مات على ايده، ومن بعدها القارة كلها وعد في الخراب والدمار. لكن انا مش عاوز انتقم منه علشان ابويا، هو كان شخص صامت
وبالكاد علاقتنا محدودة. احترامي الوحيد ليه انه كان قائد بيهتم بالطائفة، وقبوله بمنصبه معناه انه عارف انه هيموت في اي وقت، ولا لانه قتل اخويا الخبيث اللي كان على شعره ويوقع الطائفة ويحولني لكبش فدا. يمكن لو ما كانش في سبب اقوى من السبب الرئيسي اللي معايا كنت ارجع مخصوص عشان اقتل اخويا الحيوان ده. فبيستغرب جوي من كلامه وبيسأله امال عاوز ترجع ليه للماضي؟ فبيقول له يون في اليوم المشؤوم اللي قتل فيه موجي الشيطان السماوي، هجم اللعين موجي ده على طائفتنا وقتل الخدام والطباخين والاطفال الابرياء اللي كانوا ما يعرفوش حاجة عن الفنون القتالية، ماتوا كلهم حتى الكلاب والقطط وباقي الحيوانات اللي كانت في الطائفة موجي قتلهم. وبعد ما مسح الطائفة كلها من الموجود، ورغم اعلانه انه رغبته هي تحدي الاقوى مش قتل المدنيين، وبسبب الحيوان الهمجي ده الاشخاص المساكين دول ماتوا بدون داعي، حياتهم انتهت قبل ما تبدأ بسبب الوغد المتعطش للدم ده. فبيقول له جوي اكيد موجي مش هيعمل كده من غير سبب واضح، بالذات انه كان احد الاسباب في محو عصابات السوق السوداء والطريق الاسود اللي كانوا بيعيشوا خراب بالقارة. انا مش مصدق اللي انت بتقوله. فبيقول له يون تصدق او ما تصدقش دي مش مشكلتي، انا لازم دلوقتي ارجع للماضي لانه حاليا في هيئتي دي مش هقدر اقتله، وحتى لو كنت شاب مش هقدر اجاري التطور المرعب بتاع الحيوان البري ده. عشان كده انا هرجع للماضي وابحث عنه في كل مكان لحد ما الاقيه قبل ما يصبح عليه من وحش واقتله. لكن قبل ما اقتله وقبل ما يلفظ انفاسه الاخيره هساله سؤال واحد بس، وهو ايه السبب ورا تدمير طائفتنا وقتل الابرياء دول بدون داعي، رغم انه الطائفه كانت الداعم الاول للطريق الصالح رغم اختلاف وجهات النظر. اما دلوقتي يلا بينا في مراسم رجوعي للماضي. فبيسكت جوي للحظه وبيسال لو التقنيه نجحت وقدرت ترجع للماضي هل ده تقدر تساعدني في خدمه صغيره؟ فبيقول له يون قول لي ايه هي؟ فبيقول له جوي اول ما ترجع للماضي دور عليا وامنعني من الجواز. فبيموت يون على نفسه من الضحك وبيقول له ده هو طلبك؟ انا افتكرت شخص زيك بيملك حقد عائله كبيره عشان يصنعوا تقنيه زي دي. فبيقول له جوي انا مش بهزر، انا بتكلم بجد، عايزك تمنعني ان انا اتجوز، عايزك تقنعني ان انا اعيش بقيه حياتي وحيد بغض النظر عن السبب اللي هتقوله لي. فبيبتسم يون وبيقول له اوعدك ان هعمل كده، ويلا بينا بقى بسرعه على المكان اللي هنستخدم فيه تقنيه التراجع العظيم. فبيقوم يمنع على الارض لكنه بيفقد توازنه وبيكون على وشك انه يقع، ولكن قبل ما يقع بيسنده جوي وبنشوف انه يون دراعه مقطوعه وعينيه مفقوعه بسبب كميه المعارك اللي خاضها في رحله جمع المواد الخمسه للتقنيه. فبيطمنه يون وبيقول له ما تخافش ده تعب بسيط بسبب الرحله الطويله، اخر عنصر كان متعب شويه فبسببه خسرت دراع وعين، بس كله يهون في مقابل الحصول على انتقامي. وبعدها بيروحوا هما الاثنين للمكان اللي هيتم فيه مراسم التقنيه، وبيدمج جوي كل المواد مع بعض وبيحطهم في بلوره، وبعد شويه وقت بتتفتح بوابه العالم الثاني. فبيفرح جوي عشان نجح وحقق حلم عائلته وشغل تقنيه التراجع العظيم. فبينادي على يون علشان يشوف العمل العظيم اللي عمله، لكن بيلاقي انه يون فقد الوعي بسبب اصاباته الشديده، وبيفتكر انه يون بالفعل بيفقد الفاسه الاخيره ومش هيقدر يرجع للماضي. فبيقرر ياخد مكانه ويرجع هو للماضي بدل يون، وبيوعد يون انه هيدور عليه ويحذره من الكارثه اللي هتحل على طائفته. لكن قبل ما جوي يدخل للبوابه بيتفاجئ جوي انه جسمه مش بيتحرك وخطوط الطول في جسمه كلها واقفه. فبيفوق يون وبيمسكه وبيقول له ازاي تتجرأ وتخني يا لعين؟ انا اتعاملت مع الخونه طوال حياتي بس انت كنت اخر واحد فكرت انه هيخني، هقتلك حالا. فبيصرخ جوي وبيقول له ارجوك ارحمني، انا ما خنتكش، انا افتكرت انك مت من كتر التعب والطمع تملك مني للحظه، فانا كمان كنت عايز انتقل الماضي، ده كان حلم حياتي انا وعائلتي، بس انا عارف انت تعبت قد ايه في جمع الموارد الخمسه. فبيسيبه يون وبيقول له لو حد غيرك عمل معايا الحركه دي كان زماني قتلته، تصرفك كان اناني جدا، بس انا مش افضل منك علشان اعاقبك، فانا برضه كنت اناني لدرجه التضحيه بعشائر كامله عشان اقدر احصل على الموارد الخمسه المستحيله واحقق حلمنا. عشان كده انا متفاهم موقفك يا جوي ريو، انا بشكرك على كل اللي عملته معايا لحد الان، فلولاك ما كنتش هعرف اشغل تقنيه التراجع واصحح كل الاخطاء الكارثيه اللي حصلت في حياتي. فبيتاثر جوي وبيعيط من كلام يون وبيطلب من يون انه يسامحه على خيانته، بس فجاه بيتجمد جوي هو وكل شيء حوالين يون، وده بيرعب يون لانه ما بقاش فاهم ليه الزمن وقف، هو قادر على التحرك بحريه. فبيسمع يون صوت راجل عجوز من بعيد بيقول له موفق انت نجحت في كل المحن. فبيبحث يون عن مصدر الصوت فبيلاقي راجل عجوز ذو هيبه عظيمه وهاله نور لا تصدق، وبكل اندهاش بيساله يون انت مين؟ فبيقول له العجوز انا سيد البوابه اللي هيبعتك للماضي. فبيستغرب يون لانه كان فاكر ان العناصر هي اللي بتمتلك الطاقه لاختراق الوقت. فبيضحك العجوز وبيقول
وبيقول له مفيش داعي تتعب نفسك، قوانين العالم مستحيل بشري زيك يقدر يفهم خفاياها. ما تقوليش ان انت كنت فاكر انه صاحبك وشوية المواد اللي جمعتها هيكونوا قادرين يرجعوك للماضي. لو الموضوع سهل بالدرجة دي كان تم تشويه العالم من زمان. الموارد والعناصر الحقيقية القادرة على تفعيل التقنية دي هي المجهود والمعاناة اللي عانيتها عشان تحصل على العناصر. فانت عشت حياتك كلها عشان هدف واحد وضحيت بكل شيء عشان توصل لمسعاك، ومسامحتك لجوي كان اخر اختبار ليك. وعلى الرغم انه كان الاصعب ما بين كل الاختبارات لكنك قدرت تنجح فيه بكل سهولة. باين انك تستحق فعلا فرصة تانية لتصحيح كل شيء. مفيش تضحية بدون مقابل. واخيرا جاء الوقت اللي تحصل فيه على مقابلك انت ومكافاتك. فبيقول له يون طالما انا نجحت في الاختبار يلا حقق امنيتي ورجعني للماضي. فبيقول له سيد البوابة هتعمل ايه لما ترجع للبداية؟ فبيقول له يون هاتل اللي يستحق هاتله وانقذ اللي يستحق الحياة. والسبب الاقوى من كل ده هو اني ندمان على كل لحظة عشت فيها مع حقدي تجاه موجي. فبيسأله سيد البوابة وايه اللي انت نادم عليه؟ فبينفجر يون من الغضب وبيقول كل شيء عشته انا ندمان عليه. فمن ساعة ما اتولدت ما عملتش حاجة بإرادتي، الظروف كانت حكماني دايما. ردة فعلي لأفعال الآخرين بتحطني في مواقف صعبة والقيام بحاجات عمري ما كنت أفكر أعملها. لما أدركت حقيقة إنه كل حياتي كانت بائسة لقيت عمري خلص وحياتي أوشكت على نهايتها. حياة بائسة من المعاناة والألم والتعرض للخيانة ما ينفعش تتسمى بحياة. عشان كده أنا هرجع وأصلح كل شيء من جديد. ولما بيسمع سيد البوابة كلامه بيبتسم ليون وبيقول له أنا متحمس أشوف حياتك الجديدة هتكون عاملة إزاي. احرص إنك ما تعيدش الخطأ مرتين يا يون، فما فيش فرصة تالتة لأي حاجة، وتقنية الرجوع مش استثناء. وفي لحظة بيرجع الزمن يمشي زي ما كان وبيكمل جوي عياطه وبيعتذر من يون على اللي عمله وبيقول له أنا آسف إني كنت شخص حيوان معاك. أنا عارف إنه طلبي هيكون وقح بالذات بعد اللي عملته، لكن أرجوك ما تنساش وعدك ليا أول ما تلاقيني يمنعني من الجواز بأي شكل. فبيبتسم يون وبيوعده إنه يحقق مراده. وبعدها بيدخل يون البوابة وبيفتح يون عينيه وبيلاقي نفسه في ساحة قتال مليئة بحشد كبير جدا من الناس بيهتفوا باسمه. فبيبص يون على المكان وبيعرفه على طول. فهو ده كان أساس الحكاية اللي فضلت مستمرة ل40 سنة، لأنه دي هي الطائفة الشيطانية. فمش بيصدق يون إنه قدر يرجع لبداية الخط ويصلح كل شيء، بس بيحس إنه في حد بيراقبه. فبيبص تجاهه وبيلاحظ الشيطان السماوي حاكم الطائفة قدامه قاعد على عرشه شامخ فخم كده وعلى عيونه علامات البرود والترقب. وبيبقى يون فرحان إنه شاف والده بعد المدة الطويلة دي كلها. فبيقاطع أفكار يون صوت شخص بيقول مش هنبدأ القتال ولا ايه يا يون؟ فبيبص يون وبيلاقي محارب ضخم ماسك سيف. فبيدرك يون هنا انه رجع ليوم منافسة الشيطان الجديد، الحدث الاعظم بالطائفة الشيطانية واللي بدأ بعد ما الشيطان السماوي لغى حكمة توريث الطائفة لأفراد عائلة الشيطان السماوي، والأحقية بالعرش بقت معتمدة بس على القوي فقط. فبتحصل ضجة كبيرة جدا في الطائفة بسبب القرار المفاجئ ده، وكل المحاربين الأقوياء بقوا يتنازعوا على منصب زعيم الطائفة. وبدأت المناوشات والمعارك الشرسة ما بين أقوى المحاربين بالطائفة، والكل بقى عايز يثبت قوته قصاد الشيطان السماوي. فقرر هو إنه يعمل مسابقة قتالية ما بين كل محاربينه علشان يشوف مين اللي يستحق منصب ولي العهد، واللي هيفوز في المسابقة هيتحقق له أمنية واحدة. يعني النهاردة أهم يوم بحياة يون. فبيرجع المحارب يتكلم تاني مع يون وبيقول له مالك ساكت ليه؟ بتفكر في الاستسلام ولا ايه؟ وبنعرف ان المحارب ده اسمه بوينغ. فبيفضل يون باصص في عيون بوينغ وبيفتكر اللي حصل معاه في حياته السابقة. فالسبب في خسارة يون في المسابقة دي اخر مرة لانه بوينغ قام برشوة احد الطباخين عشان يحطوا له سم في الاكل بيشتت الطاقة الداخلية في جسمه، وده ادى لخسارة يون في المسابقة. وراح يون يشتكي لابوه الشيطان السماوي ويقول له انه اتسم وده اللي تسبب في خسارته، لكن ابوه ما صدقوش ورفض انه يساعده. ده كمان القى اللوم عليه عشان واقع في فخ زي ده. فانفجر يوم من الغضب من شدة الظلم اللي تعرض له من ابوه. ففي كل يوم كان بيعدي عليه حالته بتزداد سوء وطاقته ومكانته بتقل وسط الطائفة الشيطانية. فكل شيء بدأ من اليوم المشؤوم ده، وعلشان ده ما يحصلش تاني لازم يون يكسب المسابقة النهاردة. فبيقول يون فكرني اسمك ايه يا ضخم عشان انا نسيت. فبيتعصب بوينغ وبيقول له انا التلميذ الخامس بوينغ في طائفة الشيطان السماوي وفي مقام اخوك الكبير، ازاي تتكلم معايا بالوقاحة دي؟ الظاهر انك نسيت نفسك. فبيبص يون لابوه وبيقول في نفسه انا عارف الموضوع ده بسبب ان انا كنت صغير ساعتها، بس باين انه ابويا كان بيبص لي بنظرات الشفقة. على ما يبدو هو عارف ان انا اتسممت بسم تشتيت الطاقة وعايز يعرف انا هعرف اتعامل مع الوضع الصعب ده ازاي. عشان كده لقبني وقتها بالضعيف لما فشلت في انهاء الاختبار ده. عامة
انا مش هضيع الفرصة دي من ايديا، لازم اهزم بوينج بضربة واحدة. بما اني لسه فاكر اغلب التقنيات بتاعتي القديمة، فانا قادر اغلب الحمار ده بضربة واحدة بدون اي تقنيات داخلية. بس في المقابل ده ممكن يصير الشك في صفوف محاربين الطائفة، وانا مش عاوز اهتمامهم دلوقتي، على الاقل لما اوصل لمستوى معين من القوة. فبيرفع يون ايده لفوق وبيقول انا يون يي ابن الشيطان السماوي، بوعدكم ان هغلب خصمي بدون ادنى مهارة بطاقتي الداخلية. ولما الجمهور بيسمع الكلمة دي بيتفاجئوا، لان محاربين النخبة والخبراء بس هم اللي قادرين على القتال ضد خصومهم بدون استخدام الفنون القتالية. وبيقوموا بتحية يون على اظهاره للمعدن الصلب لولي العهد. فبيغضب بوينج من اللي بيحصل وبيرفع ايده هو كمان، وبيعلن انه مش هيستخدم طاقته الداخلية في المعركة هو كمان عشان ما يظهرش ضعيف قدامه. بس الناس بتفقد الشغف في القتال، لان ولي العهد هيفوز في القتال ده بما انه سيد الطائفة اصلا بيملك اقوى مهارات القتال بدون الطاقة الداخلية. فبيتضايق بوينج جدا من احتقار الناس ليه، وبيسحب بوينج سيفه وبينزل بيه على الارض، بيعمل شرخ كبير جدا فيها عشان يخوف يون ويظهر قوته. وفي اللحظة دي بيبقى يون مش مركز مع خصمه اصلا، وبيرفع بوينج سيفه وبيقول له طلع سيفك وابدأ المعركة. فبيقول له يون مفيش داعي لوجع الراس ده، انا مش محتاج سيف عشان اهزمك. فبيضحكوا كل اللي موجودين على بوينج لانهم شايفين انه يون مستهين بيه على الاخر. فبيشتعل بوينج من الغضب وبيقول له انا مش هقتلك عشان انت ابن قائد الطائفة، بس ده مش معناه انه المعركة هتعدي بالسهل كده، عشان كده انا هكتفي اني اقطع دراعك. فبيهجم بوينج هجمة قوية جدا على يون، لكن يون بيقدر انه يتفادى الهجمة بسهولة. فبيكمل بوينج هجوم على يون، بس يون بيكون مش مركز معاه وعمال يتفادى الهجوم، هو مبسوط انه رجع شباب تاني. فبيتضايق بوينج من ابتسام يون وسط المعركة وبيهجم عليه. فبيضربه ضربة قوية جدا في بطنه بتشل حركته، وبقبضته بيكسر له كمان مناخيره. بس يون ما بيكتفيش بكده وبيديله كمان بوكس بيكسر القفص الصدري بتاعه. فبيقع بوينج على الارض وهو عاجز عن الحركة بعد ضربات يون الفتاكة. وبيروح له يون وبيمسك ايده وبيقول له مش دي بقى ايدك اللي استخدمتها في اعطاء السم للطباخ؟ ولما بيخلص كلامه بيقوم كسر له ايده عشان يخليه عبرة. فبيتصدموا الكل من القوة اللي حلت على يون فجأة، فرغم صغر سنه قدر يغلب وحش زي بوينج. وبتنتهي المعركة بانتصار ساحق ليون. فبيقطع يون وعد على نفسه انه مش هيسيب شخص يدوس على كرامته من هنا وجاي. وبيروح يون عند الشيطان السماوي اللي بيقول ليون بعد فوزك يا يون ايه الامنية اللي محتاجة احققها لك؟ فبيرجع يكلم نفسه وبيقول في المواقف اللي زي دي الناس بتطلب سيف اسطوري او كتاب سري لفنون الدفاع عن النفس او اي عنصر بيتميز بيه سيد الطائفة عن غيره، لكن المرة دي همشي ورا غرائزي واحاول اصلح الوضع بيني وبين ابي. فبيقول يون انا عاوز اطلع في رحلة صيد في البرية معاك يا ابي. فبيستغرب الشيطان السماوي وكل اللي موجودين من الطلب الغريب ده. فبيقول له الشيطان السماوي هل انت متأكد انه دي بجد امنيتك انك تطلع معايا في رحلة صيد؟ فبيرد عليه يون ايوه يا ابي، انت كنت دايما بتحكي لي انك ماهر في الصيد، انا نفسي اشوفك وانت بتصطاد وبالمرة اتعلم الصيد من سيد الطائفة بنفسه. وبعد ما بيسمع كلامه بيوافق الاب على طلب ابنه وبيقول له انهم هيتحركوا بعد الفجر ولازم يحضر نفسه للصيد. فبيقوم بوينج من الارض وبيقول انا مش مصدق غباك، في حد يطلب امنية غبية زي دي؟ فبيفضل يون يستفز فيه عشان يحرق دمه. وفي الغروب بيرجع يون لاوضته وبيبص في المراية وبيتفرج على ملامح وشه وبيكون متفاجئ انه رجع بجد للماضي. فكل ده كان حاسس انه وهم مش اكتر من كتر ما هو مش حقيقي. وبيقول لنفسه بالتفكير في الموضوع انا فضلت 40 سنة من غير ما اشوف وشي لدرجة ان انا نسيت شكلي اصلا. عامة انا ما ينفعش اضيع وقت، لازم الاقي موجي قبل اي حد واقتله قبل ما يبقى قوي. بس الموضوع برضه مش بالبساطة دي، فعلى الرغم اني عارف حاجات كتير عن المستقبل لكن معلوماتي عن موجي شحيحة جدا. فالوحش ده ظهر اصلا من العدم ودمر تحالف الموريوم والطائفة الشيطانية ومن بعدها اختفى وما بقاش ليه اي اثر. فمن الصعب اني الاقيه وسط المجرمين اللي في الموريوم، لازم ابقى اقوى منه علشان اقتله. وهنا يوم بيسمع صوت رأي بيقول له السيد الشاب تهنينا على معركتك الاخيرة، انت قتلت بشكل ممتاز جدا. فبيتفاجئ جدا من الزائر اللي جاله وبيروح بلافة علشان يشوفه وبيلاقي بنت تخينة قدامه وبيكون اسمها ليان. فبتقطع افكار يون وبتهنيه على الفوز في معركته النهارده. فبيتصدم يون اول ما بيشوف ليان وبيقول بنفسه واحد من اكبر ندمي اني عاملتك بشكل خاطئ يا ليان، فرغم عجرفتي الشديدة معاكي كنت دايما بتعامليني بشكل كويس ووشك مش بيفرق الابتسامة، حتى انك ضحيتي بكل شيء لحمايتي لما قبلتي تفعيل تقنية التحجير في جسمك. فعلى عكس التقنيات العادية تقنية تحجير الجسد مهارة بترفع من القوة الداخلية الخاصة بالمستخدم وبتخلي جسده اشبه بالجبل، واغلب المهارات مش بتأثر عليه. فبسبب تأثير المناعة المؤقت الخاص بالمهارة محاربي التحجير كانوا مدرعات لا تقهر. في اللحظات
اللحظات الحرجة. ولكن احد اكبر عيوب المهارة دي هي انها بتكبر جسد المستخدم وبتشوهه بشكل كبير. وباستخدام المهارة دي ليان حولت نفسها لدرع بشري عشان تحميني من الهجمة القاتلة بتاعت موجي. فرغم كل الاهانات اللي عانت منها بسببي، فليان كانت هي السبب الرئيسي في نجاتي انا. فبيتأثر يون وبيتمنى انه يرد لليان جميلها. فبتستغرب ليان وبتسأله بيبص لها كده ليه، لكن ما بيردش عليها وبيفضل مبتسم لها. وبيقول لنفسه انه عمره ما اعتبرها كخادمة شخصية، وفي الحقيقة كان بيحبها وما يقدرش يستغنى عنها. وبنعرف انه ليان ما كانتش سمينة، فليان وهي صغيرة كانت اجمل طفلة في المدينة. الناس كلها كانوا حابينها لدرجة انه الكل كان فاكرها انها تطلع ملكة جمال الطائفة لما تكبر. لكن على العكس تماما، اول ما كبرت اضطرت تعمل تقنية التحجير الخاصة بعائلتها، وانتهى بيها المطاف بفقدانها لجمالها. وفضلت تعاني من التنمر لسنين بسبب شكلها السيء. فبيلوم يوم نفسه انه ما دافعش عنها وما اهتمش بيها في حياته الماضية، لكن بيقطع وعد على نفسه انه هيعمل كده المرة دي. وبترجع ليان تكلم يون وبتقول له انت بخير يا سيدي؟ فبيقول لها يون انه هو بخير. فبتقول له ليان انت بقالك 10 دقايق عمال تبص لي كده. فبياخد يون سيفه وبيقول لها تيجي وراه علشان عايز يوريها حاجة. فبتسأله ليان هيروحوا فين؟ فبياخدها يون على المطبخ الرئيسي بالطائفة وبيجمع كل الطباخين وبيقول لهم عملتوا كده ليه؟ فبيستغربوا الطباخين وبيسألوهم ما عملوا ايه. فبيقول لهم يون انتم حطيتوا مسم في الاكل عشان اخسر المسابقة بتاعت النهارده. وفجأة بيصرخ واحد من الطباخين وبيعترف ان هو اللي عمل كده، واتفقوا انهم يحطوا السم في الوجبة بتاعت يون. والطباخ اضطر انه يوافق لانه عليه ديون كتير، واقترض مبلغ ضخم من اصدقائه وضيعه على القمار. فبينزل الطباخ على ركبه وبيطلب العفو من يون، وبيقول له انه الفلوس عمته عن الحق والديون اتراكمت عليه. وبيفضل يخبط راسه في الارض علشان يون يسامحه. فبيسحب يون سيفه وبيقطع رقبة الطباخ بلا رحمة، لانه بغض النظر عن مدى ندم الخاين فهو ملوش مكان بينهم. فبيترعبوا الطباخين من المنظر الفظيع اللي قدامهم، وبينزلوا كلهم على ركبهم وبيطلبوا السماح من يون عشان ما يقتلهمش. فبيقول رئيس الطباخين انا متحمل المسؤولية كاملة يا سيدي الشاب، لو عايز تعاقب حد عاقبني انا. فبيقول له يون ليه؟ هو انت اللي حطيت السم؟ فبيقول له رئيس الطباخين لا اكيد مش انا، لكن انا ما شفت شغلي كويس معاهم. فبيقول له يون هو والدي ليه يد في الموضوع ده؟ فبيقول له رئيس الطباخين لا 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 لا، الشيطان السماوي عمره ما يعمل حاجة زي دي. فبيقول له يون امال ليه عايز تتحمل المسؤولية بتاعت الخاين ده؟ فلو انت عملت كده لانك المسؤول عن المكان، فالمفروض سيد الطائفة يتحمل مسؤولية كل الخونة والسراقين اللي بيخرجوا من الطائفة. هل ده معناه انه يستحق التعامل زيهم لمجرد انه الرئيس بتاعهم؟ فبيعتذر كبير الطباخين عن كلامه وبيكمل يون مفيش داعي تتعب نفسك، انا قتلت اللعين اللي حط السم في اكلي، الموضوع انتهى، يا ريت ما نفتحش الموضوع ده تاني، ومش عايز حد يجيب سيرة لابي عن الخاين ده. فبيمشي يون، لكن قبل ما يمشي بيطلب من رئيس الطباخين انه يعمل له الاكل اللي بياكله في العاده لانه بقاله كتير ما اكلوش. فبتخرج ليان من وراه وبتقول له ازاي بقالك شهر ما اكلتش؟ ده انت لسه واكلها امبارح. فبيقول لها يون بالنسبه ليكي كانت من امبارح، اما بالنسبه ليا كانت من سنين طويله. وبيجي الفجر وبيجهز يون نفسه عشان يطلع يصطاد مع والده الشيطان السماوي. فبيقول له الشيطان السماوي ايه كل الحاجات اللي انت واخدها معاك دي؟ فبيقول له يون يمكن نقعد هناك اكتر من يوم في الغابه. فبيقول له الشيطان السماوي مفيش الكلام ده، احنا هنرجع اخر النهار. فبيقول له يون من عارف يمكن الصيد معايا يعجبك وتحب نقعد كذا يوم. لكن الشيطان السماوي ما بيردش على كلام ابنه، وبيطلعوا على الغابه بعد مشوار طويل. فبيقول الشيطان السماوي باين انك اتطورت وبقيت احسن. فبيستغرب يون وبيقول في نفسه هو يقصد ايه؟ ما يكونش لاحظ مهاراتي اللي استخدمتها في اخر معركه؟ الافضل اني اقول له بنفسي بدل ما يزعل مني. فبيقول له يون ايوه يا ابي انا كنت مخفي مهاراتي. فبيقول له الشيطان السماوي كنت عارف، لاحظت ده عليك في معركتك مع بوينغ. وبيقول يون عاوزك تعرف يا ابي ان انا ما بقيتش ضعيف زي الاول، انا دلوقتي وحش شرس بيخفي انيابه. فبيقول له الشيطان السماوي مفيش وحش شرس بيخفي انيابه، انت مجرد قطه خايفه من المجهول. الوحش القوي بيقف شامخ مهما كترت الوحوش وغلبت عليها الاعداد. فبيتصدم يون من رد ابوه. فبيكمل الشيطان السماوي كلامه وبيساله انت كملت قد ايه من فن السيف المتسامي؟ فبيقول له يون انا اتقنت السيف بشكل كامل يا ابي. وفجاه بيهجم الشيطان السماوي هجمه قويه جدا على يون، وبالكاد يون بيقدر انه يتفاداها. فبيندهش الشيطان السماوي وبيقول فعلا اتقنت المهاره. فبيقول له يون انت ليه عملت كده؟ انا لو ما كنتش قدرت اتفادى الهجمه كان زماني ميت. فبيقول له الشيطان السماوي كنت ساعتها هتدفع ثمن كذبك، ولو نجوت فانت هتسبق صدق نيتك، في كل الاحوال هتحصل على اللي تستحقه وبس. فبيقول له يون انا ابنك يا ابي وبمثلك قدام الناس كانت هتقول عليك ايه لو كنت انت قتلتني؟ فبيسكت الشيطان السماوي وبيبص ليون ببرود. فبيحس يون انه تجاوز حدوده، لكنه بيتفاجأ برد الشيطان السماوي واللي بيقول له بالنسبه لشاف فقدرتك على انهاء
إنهاء التشكيلة النهائية من التقنية في عز شبابك هو شيء يستحق الثناء. كمل اللي انت بتعمله ده وممكن تكون شيء مميز في المستقبل. فبيتفاجأ يون من كلام ابوه لانه ما توقعش انه يعترف بيه بعد ما كلمه بالشكل ده. فبينبسط انه ابوه ما كانش الشخص السيء اللي هو كان متخيله في حياته الماضية. فبيكملوا هما الاثنين مشي في الغابة. فبيسأله يون اتعلم الصيد فين؟ فبيقول له ابوه انه اتعلم من اخوه الكبير. فبيتفاجأ يون لما بيعرف انه ليه عم وبيسأله هو فين بالظبط. فبيقول له الشيطان السماوي انا قتلته لما كان قدك كده بالظبط. فبيتصدم يون وبيسأل نفسه ليه ابوه ممكن يقتل اخوه الكبير. فحتى بالنسبة لمظهره الخارجي فابو يون كان شخص طيب جدا فيما يخص اقارب عائلته، وطريقته ممكن تكون خشنة بس ده بيكون لمصلحتهم بس عشان لو حصل له حاجة يكونوا قادرين على التعامل مع مشقة الحياة. بس بيفضل يون يفكر لكنه مش بيلاقي غير سبب واحد بس لقتل عمه. فبيقول الشيطان السماوي ما كانش قدامي حل غير اني اقتله، فهو كان عنيد جدا. انا ما كنتش عايز العرش بس حتى لو سبته ما كانش هيسيبني في حالي عشان يضمن ان مفيش حد ينافسه، فاضطريت اني انهي الخلافة قبل ما يبدأ فيها حتى. وبعدها بيكملوا الاثنين طريقهم وهم بيطلعوا الجبل لحد ما بيقف الشيطان السماوي. فبيسأله يون ايه اللي حصل؟ وقفت ليه هنا يا ابي؟ فبيقول له الشيطان السماوي مش انت جيت علشان تصطاد؟ العشاء مستنينا هناك. فبينزل يون المعدات على الارض وبيجهز نفسه عشان يصطاد الفريسة. فبيقول له الشيطان السماوي ايه اللي انت بتعمله ده؟ هو انت ازاي عايز تصطاد شيء مش شايفه؟ لازم الاول تحدد مكانه. اقفل عينيك واستخدم حواسك وطاقتك الداخلية في استشعار محيطك وساعتها هتعرف توصل للفريسة. فبيسمع يون كلام ابوه وبيقفل عينيه وبيحاول يحس بسريان الطاقة الداخلية جواه، لكنه ما بيكونش حاسس غير بطاقة ابوه الهائلة اللي معبية المكان. فبيحس الشيطان السماوي انه ابنه مشتت فبيديه شوية تعليمات عشان يعرف يستخدم الطاقة الداخلية بشكل صحيح. وبيستخدم يون الارشادات بتاعته علشان يبحث في محيطه لحد ما بيقدر انه يوصل للحيوان البري اللي كان مستخبي في الغابة. يون بيتفاجأ وبيقول للشيطان السماوي على اللي شافه. فبيتفاجأ الشيطان السماوي كمان لانه ما كانش متخيل انه يون يقدر يتقن المستوى الاول من المهارة من اول مرة، فحتى هو ما قدرش يعمل كده. فبيتبسط يون انه قدر يحصل على موهبة افضل من الشيطان السماوي الاقوى في عصره. وعلى الرغم انه الكلمات دي ممكن تفرح اي اب، لكن الشيطان السماوي بيكون حاسس بالحزن لانه عارف انه القوة الكبيرة عمرها ما جابت معاها شيء يدعو للسرور. فبعد ما بيطبخوا البتاع اللي اصطادوه ده بيكون الشيطان السماوي مبهور من مهارة يون في الطبخ وبيسأله ازاي طور مهاراته كده. فبيقول له يون انه اتعلمها من الكتب اللي موجودة في المكتبة الخاصة بالطائفة. بس الشيطان السماوي برضه بيكون مش مقتنع بكلامه وبيقول له بس اللي انا شايفه ده يدل على مهارة دامت لسنوات، حتى طبخي مش ماهر بالشكل ده. فبيضحك يون وبيقول له انا مبسوط ان انا كنت عند حسن توقعاتك. فبيكمل يون كلامه مع نفسه وبيقول ده نتيجة لاصطياد عدد لا يحصى من الوحوش البرية لجمع المستحيلات الخمسة. رغم اني عانيت الامرين لكنها كانت مهارة مهمة جدا جت بثمارها دلوقتي. فبيقول له الشيطان السماوي انا شايف انك مهتم بيا زيادة عن اللزوم، هل عملت كل ده عشان تتقرب مني وتكون خليفتي؟ فبيقول له يون لو كانت سهلة كده ما كنتش هقعد في عرشك لحد دلوقتي، بالاضافة لو انا عاوز اقدر اوصل للعرش بدون مساعدتك. فبيضحك الشيطان السماوي من سخط يون رغم جهله بشؤون الطائفة وبيسأله في الحالة دي ليه خلتني اروح اصطاد معاك؟ فبيقول له يون عندي سببين. الاول وجودي معاك في منطقة هتجبرك على تعليمي مهارة نجاة تساعدني في الظروف الصعبة وتخليني اقوى، وده حصلت عليه بالفعل الصبح. فبيقول له الاب وليه انت عايز تبقى قوي من الاساس لو انت مش عايز تسيطر على العرش بتاع الطائفة؟ فبيقول له يون لانه مفيش داعي، انت لسه بصحتك واكيد هتكمل بالطائفة لحد ما تشوف احفادك. مفيش داعي ان انا احرق نفسي عشان اكون زعيم الطائفة دلوقتي. في الحقيقة انا بسعى ان انا احصل على تعاليم الطائفة كوريث ليها مش اكتر. الطائفة بحد ذاتها ما تهمنيش بشكل كبير. وهنا بيقول يون بنفسه انا لازم اتعلم مهارات الكوارث التسعة للطائفة في اقرب وقت واوصل بيها لاعلى مستوى ممكن. فحتى ابي اللي اتقن 5 من الكوارث معرفش يصمد قدام موجي، فلازم اوصل بالمهارات دي لاعلى مستوى ممكن عشان اقدر انقذ الطائفة. وبيقطع افكاره الاب وبيسأله بالنسبة للسبب الثاني من الصيد. فبيقول له يون في الحقيقة الموضوع ممكن يكون غريب بالنسبة لك بس انا عايز اقضي وقت معاك. في النهاية انت اغلب الوقت بتكون بعيد بسبب مسؤولياتك، فالحصول على شوية ذكريات حلوة معاك هيكون شيء جميل جدا. فبيضحك الشيطان السماوي وبيقول له لو فضلت متمسك بالقاعدة دي هتحفر قبرك بايدك في يوم من الايام. لكن يون بيقول له طب وليه بتقول كده؟ حد يطول انه يقعد مع اقوى محارب في العالم؟ المفروض بدل ما تخوفني بالكلام ده تتفاخر قدامي بقدرتك على حماية اللي انت عاوزه في المكان والزمان اللي انت عاوزه. فبيتفاجأ زعيم الطائفة من كلامه لانه عاش لوقت طويل تحت قناع البرود والصلابة، واول مرة يجرب شعور الابوة اللي اتحرم منه عشان ينجو بحياته وينقذ الطائفة من
الدمار اللي كان هيحل عليها. وفي اليوم اللي بعديه بيجهز يون كل المعدات عشان يمشوا زي ما قال له ابوه امبارح، بس ابوه بيقول له انهم مش هيمشوا غير لما يجيبوا نمر معاهم، فما ينفعش الشيطان السماوي يرجع من الصيد وهو ما معهوش اقوى الوحوش. فبيروح يون وراه لانه خطته ماشيه زي ما هو عاوز. وبعدها بيوصلوا الاثنين لمكان الصيد، فبيطلب الاب من يون انه يستخدم التقنيه الجديده اللي علمها له، لكن المره دي يدمجها مع الهواء بحيث يخليها خفيه عن الخصم قدر المستطاع. فبيتبسط يون من مساعده ابوه ليه. ففي الكره اللي فاتت كان معتمد بشكل كبير على التجارب، فالطبيعه والخطا هم كانوا المعلم الوحيد اللي بيملكه يون، وده خلاه مبسوط انه حصل على ملاحظات سيد عظيم زي ابوه. وبيبدا ينفذ كلامه لحد ما بيوصل للنمر البري. فبيتفاجئ سيد الطائفه اكتر لانه النمر كان بعيد جدا عن مكان الوحش البري اللي اصطادوه امبارح ب 100 متر، وده تطور كبير جدا في مستوى يون. فبيروح عشان يصطادوا النمر، وبعد ما بيخلصوا عليه بيطلع يون مشروب خاص وبيقدمه لابوه عشان ساعده في الصيد. فلما بيشربوا الشيطان السماوي بيلاقي انه حلو قوي جدا عكس كل المشروبات اللي كان بيشربها. طبعا ده لانه يون عارف هو بيحب ايه بالظبط. فبيساله الشيطان السماوي لو حصل في يوم والظروف جبرتك هتفكر تقتلني؟ فبيقول له يون ده مستحيل، ازاي حد ممكن يقتل ابوه؟ فبيقول له الشيطان السماوي لو انت طلعت رقيق القلب قوي كده حياتك هتكون جحيم. فبيقول له يون الحياه بتاعت الناس العاديه عمرها ما كانت جحيم، احنا بس اللي بنوهم نفسنا ان احنا لازم نلطخ ايامنا بالدم. فبيستغرب الاب من كلام يون، فهو على عكس كل محاربين الطائفه اللي قابلهم في حياته. وتاني يوم بيرجع يون القصر بتاعه وبيبدا انه يتدرب على المهاره الجديده اللي حصل عليها من زعيم الطائفه، وبيكون مبسوط جدا. فالمهاره دي هتساعده في كشف موقع الاعداء بشكل مستمر من غير ما يستهلك طاقه كتير، فهيكون لا يقهر. وبينبسط يون للحظه بعد ما بيحس بحماسه الشباب، ولكنه بيفتكر انه حتى زعيم الطائفه الاقوى في جيله ما كانش قادر على الوقوف ضد موجي. فبيقول يون بالتفكير في الموضوع ابي ما خسرش لانه كان ضعيف، وانما لانه تم الغدر بيه. فعصر الشيطان السماوي كان اكتر منطقه محصنه في القاره، محصنين بحراس في كل مكان، ده غير 8 من اقوى شيوخ الطائفه في 8 اتجاهات مختلفه للتاكد انه مفيش حد هيكون قادر يدخل المكان ده بغض النظر عن قوته. فنظريا المبنى كان خالي من الثغرات، عشان كده انا متاكد انه في واحد من الشيوخ في الطائفه هو اللي غدر بينا وساعد موجي في الوصول لزعيم الطائفه. يمكن انا مش عارف هو مين بالظبط الخائن اللي ساعده، بس اللي انا متاكد منه انه مفيش اي حد من الشيوخ قادر امن ليه. فبعد ما مات ابويا بدل ما يحاولوا ينتقموا او حتى يحاولوا تصليح الطائفه، اكتفوا بانه كل واحد ترك الطائفه تتفكك ويكملوا لحال سبيلهم. ومن حظهم البائس انه كل واحد فيهم قابلته وشفت لحظاته الاخيره، فانا عارف كويس ازاي اسيطر عليهم. انا عارف انهم خونه وملهمش امان، عشان كده انا حريص انهم يدفعوا ثمن خيانتهم لينا مهما كلف الامر. فبيمشي يون من المكان، وفي الطريق بيسمع صوت واحد بيزعق خارج القصر بتاعه، وبيروح يشوف وبيلاقي واحد قارع بيكلم اليان باحتقار وبيقول لها ما تفضليش واقفه كده يا خنزيره بدون فايده، نادي على يون بتاعك ده عشان عاوزينه في موضوع مهم. فبتحاول اليان انها توقفهم، لكن يون بيكون وصل بالفعل وبيروح يسالها وانا مش قلت لك تروحي تستريحي وانا بتدرب؟ ليه انت واقفه هنا بتحرسيني؟ فبتقول له اليان لانه ده واجبي يا سيدي. فبيضحك الراجل وبيقول على قوي الكلام ده، زعيم الطائفه المستقبلي محتاج ست عشان تحميه وهو بيتدرب. باين ان الرجاله ماتت ولا ايه؟ فبيبص له يون وبيقدر يتعرف عليه، وبيطلع انه ده واحد من تلاميذ شيخ سيف الدم، واسم الولد ده هو يانج بو. والسبب في الكلام معاه بالشكل الجريء ده هو زوال قيمه ولي العهد، بما انه ممكن يتم استبداله لو كان ضعيف. فبيساله يون وانت عاوز ايه بقى من جيتك هنا؟ فبيقول له يانج انت بتستهبل بعد اللي عملته في بيونج، انت خليته مش قادر يستخدم الفنون القتاليه بعد اللي عملته. فبيقول له يون وايه المشكله؟ مش ده اللي كان ممكن يحصل ليا طالما المعركه في سبيل العرش؟ فبيتضايق يانج وبيطلب منه يقدم اعتذار رسمي على اللي عمله في بوينج. فبيفكر يون في كلامه وبيقول في نفسه انه بيعمل المسرحيه دي عشان يرفع من شأنه قدام شيخ سيف الدم، وبيكمل طالما انا خلصت على حفيده فهو عارف هيجيب حقه وهيبان انه شخص مهم جدا، وساعتها ممكن سيف الدم هيخليه الخليفه بتاعته، بس باين ان الحمار ده ما يعرفش سيده كويس. وبيقول يون ليانج صدقني الحركه القرعه دي مش هتفيدك في الوصول لمنصب الخلافه، فلو كان نفعتك ما كانش شعرك ده بقى حاله. فبيتعصب يانج وبيقول له ومين قال ان انا بعمل كده عشان المنصب؟ انا بعمل كده عشان بوينج اللي انت اذيته بدون سبب. فبيتعصب يون وبيقول له انا زهقت من الكلام المتخلف بتاع الطلاب اللي موجودين في الطائفه، انت يا حمار قمت باهانه التابعه بتاعتي وانا ما كنتش موجود، فاعتذر قبل ما اجبرك على كده. بس الكلام ده مش بيعجب يانج وبيقول له انه مش هيعمل كده حتى لو هيموت. فبيضحك يون وبيسحب سيفه وبيقول له انت شايف ان الموت اهون من الاعتذار؟ انا كملك عادل هكون متسامح معاك واحقق امنيتك يا عزيزي. فبيسحب يون سيفه وبيكمل اخر
واخر حاجة قبل الاعدام انا هعذبك بنفس المدة اللي اهنت فيها تابعتي. فبيتعصب يانج وبيقول له هو انت ما تعرفش انا مين؟ لو قتلتني هل هتفتكر انه شيخ سيف الدم هيسيبك؟ ليه بتعمل كده؟ عشان الخنزيرة دي؟ ولكن يون مش بيهتم بكلامه وبيقول له بما انك مش بتفهم في الكلام فهكلمك بلغة تفهمها اكتر. فبيرفع يانج سيفه ومشتعل من الغضب عشان يقتل يون وبيهجم عليه بكل قوته، بس يون مش بيتحرك من مكانه، وقبل ما يستخدم يانج هجومه بيوصل نصل يون بالفعل لوش يانج وبيخترقه بالكامل، وبضربة واحدة بس بيقطعه يون وبيحوله لجثة هامدة. وبيروح اصحاب يانج هنا وبيزعقوا ليون وبيقولوا له انه معلمهم مش هيسيبه بعد اللي عمله كده في يانج. فبيطلع يون حالة قتل مرعبة وبيقول لهم بما انكم مش عاوزين تكملوا حياتكم البائسة فهديكم فرصة عشان تعيشوا، روحوا قولوا الكلام ده لشيخ السيف الدموي، ولو حد فيكم حرف كلامي او قاله بشكل مختلف فهجيبه وهقتله. وبعدها بيمشوا البقية مذعورين من المكان، وبتيجي ليانو وبتسأله هو عمل كده ليه، فبيقول لها انه عمل كده لانها تابعته والسيد مسؤول عن اتباعه مهما كان الخطر، لكن ليان بتقول له انهم كده هيكونوا في خطر، فحتى سيد الطائفة ما يقدرش يحميه لو الشيوخ الثمانية اتحدوا عليه، بالذات انه قتل حفيده اقوى تلاميذ السيف الدموي. بس يون بيقول لها انه السيف الدموي مش هيعمل له حاجة، فلو حاول يقتله الشيوخ هيحطوا اللوم على موت تلاميذه لانهم ما كانوش مدربين بما فيه الكفاية. وبيحط يون ايده على كتف ليان وبيقول لها انه هيحرص على حمايتها مهما كلف الامر. فبتنبسط ليان انه لقت حد يحميها من لسان الناس، وبتشكره بابتسامة عريضة على حمايته ليها، وده بيبسط يون لانه حس انه رد شوية من الجميل الكبير اللي عليه. وبعدها بيروح يون لحديقة القصر بتاعته وبيتأمل في النجوم والحياة البائسة اللي عاشها بعد ما خسر ضد بوينج واتطرد من الطائفة. وخلال تفكيره بيلاقي سيف قرمزي عملاق قدامه، فبيبص وراه وإذ بمحارب ذو هالة قتل مرعبة على وشك قطع رقبته وعلى وشه علامات الغضب الشديد، وده مش بيكون اي حد، ده بيكون السيف الدموي نفسه. فبيفكر يون في الوضع وبيلاقي انه مش هيقدر يهرب حتى لو استخدم التقنية السرية بتاعته، ومع ذلك مش بيظهر اي علامات خوف. بس فجأة بيقعد السيف الدموي جنبيه وبيسأله على وشه ابتسامة خفيفة، مش هتقول لي ليه عملت كده يا امير الشاب؟ فبيقول له يون الموضوع ما كانش في ايدي، فالحمار القرع اللي بعته كده كان لسه لسانه زبالة، ما تقوليش انك جيت عشان تسأل على الحمير اللي انا قتلتهم، فاكيد انت عارف انه زعيم الطائفة مش بيهتم بالحمير اللي زيهم. فبيضحك السيف الدموي من كلامه وفجأة بيحول السلاح لرابط يون وبيقول له في الحالة دي هو سيد الطائفة شايفك ايه بالظبط؟ قصدي ايه اللي هيحصل لو جبت في يوم رقبتك في مكتبه؟ هيكون زعلان مثلا؟ ومع كل الضغط ده يوم بيكون متماسك وبيظهر البرود وبيقول له انه ده مش هيحصل لانه هو نفسه مش هيجرؤ يعمل حاجة زي دي بما انه ابوه تصرفاته غير متوقعة. فبيتضايق السيف الدموي من الوضع وبسيفه الضخم بيصنع خط كبير وخط صغير في النهاية، وبيقول ليون انه ده اقصى مستوى بيدل على اهتمام زعيم الطائفة بيه، لكن يون بيكون واخد الموضوع لعبة معاه وبيكبر النسبة بتاعته عشان يثبت له انه واثق من مكانته عند زعيم الطائفة. فبيضحك السيف الدموي وبيقول له بما انك واثق من نفسك كده خلينا نلعب لعبة، انا هاخد راسك عنده وخلينا نشوف هيقتلني ولا لا. بس يون بيضحك وبيقول له انه لو عمل كده فراسه هتتشال قبل ما يدخل الباب حتى، لكن السيف الدموي بيشتعل من الغضب وبيكون بجد هينفذ تهديده فورا. ومع كل الضغط ده يون بيضحك في وشه وبيقول له مفيش داعي تتعب نفسك، فهو بيملك ولدين هيكونوا اساس الطائفة عكس اللي ما باش عنده حد يشيل مكانه، فلو واحد مات هيعوض مكانه، اما انت لو مت فكل اللي بنيته هيروح على الارض. وبعد ما بيخلص كلامه ابتسامة عريضة بتملي وش السيف الدموي وبيقول له انت فعلا مش طفل مغفل زي حفيدي. فبيكمل يون كلامه حفيدك ما فيهوش اي حاجة تشبهك يا سيف الدم الشيطاني، ولو كان بيملك اي سمة منك كان هيكون عايش، صدقني على كلامي ده. ولكن السيف الدموي بيبصله بشكل كده مرعب وبيقول له انا عارف انه الحياة مش عادلة يا ولد وبتحترم الاقوى، فانا مقدر موقفك، بس احرص انك ما تقعش في طريق تاني لاني هضطر اظهر ليك وحشية القانون ده على جثتك. لكن يوم بيقابل تهديده بابتسامة وبيقول له انه هيحاول يكون حريص اكتر، وفي لمح البصر بيمشي السيف الدموي من المكان. فبيفكر يوم مع نفسه وبيعرف انه السيف الدموي ما جاش عشان ينتقم لتلاميذه وانما علشان يختبره ويشوف اذا كان بيملك المقومات اللي تخليه الخليفة. وبما انه مش عارف يقرا نواياه بشكل كامل ففرصة انه يكون عدوه الاول بين الشيوخ الثمانية هتكون كبيرة جدا. وخلال الايام اللي بعد كده بيرجع يون يكمل تدريبه على تقنية خيوط الطاقة عشان يرفع من قوتها اكتر لحد ما بيحس بطاقة كبيرة جدا فوق القصر بتاعه. ولما بيطلع يشوفها بيلاقي زعيم الطائفة قدامه، فبيقول له زعيم الطائفة انه عارف باللي عمله باحفاد السيف الدموي وبيسأله عن السبب اللي خلاه يعمل كده. فبيقول
فبيقول له يون انهم كانوا بيحاولوا يستغلوا الموقف عشان يحققوا مصالحهم الشخصية على حسابه، فكانوا بيستحقوا الموت. بس زعيم الطائفة ما كانش عاوز الجملة دي، فهو في الاصل جاي علشان يعاقبه على اللي عمله بطلب من السيف الدموي. وعلى الرغم من صعوبة اللي حصل، لكن زعيم الطائفة بيكون حاسس بحاجة من افعال السيف الدموي، لانه مش بيزعل على حد بالسهولة دي. فبيفهم يون انه السيف الدموي طلب الطلب ده علشان يشوف علاقة يون مع سيد الطائفة عاملة ازاي، لانه ده هيثبت انه الشخص المختار للخلافة او لا، وساعتها الحرب ممكن تبدا عليه. فبيقطع افكاره الزعيم اللي بيقول له انه هيقوم بعقابه. طبعا يون بيقول له انه ما فيش مبرر للي بيعمله، بس زعيم الطائفة بيكون مصر على عقابه حتى ده لو كان هيخلق اسباب بعدها. فبيقول له انت فاكر لما كنا بنخيم قلت لي مين من الشيوخ الثمانية ممكن اصطاد معاه وقاتل معاه، وانا مطمن ساعتها ما قلتش ليك لاني كنت مستني الوقت المناسب، وجاء هو الوقت الحقيقي. انا مش بثق في اي كلب من الصعاليك اللي معايا، لولا رابطة الدم ومجهوداتهم اللي قدموها كنت قمت باعدامهم في اقرب وقت. فافعالهم مش بتساعد الطائفة بقدر ما بتساعد نفسهم، وبما انك وقفت ضدهم رغم معرفتك للعواقب، فانا عاوز اعرف انت بتخطط لايه يا يون بدون اي لف ودوران. فبيقول له يون انا عاوز اغير الطائفة اللي فادت مسارها الصحيح. فبعد ما حصلوا على القوة هم بدأوا بالاهتمام بالفلوس والمصالح الشخصية بتاعتهم على حسب تقدم الطائفة نفسها. عشان كده انا عاوز اخوض التغيير واصنع طائفة افضل لقتال الشر المطلق. فبيستغرب زعيم الطائفة وبيسأله قصدك ايه بالشر المطلق؟ وهنا بيقول له يون احنا بنقاتل شوية اتباع للشر المطلق، الشر اللي مستخبي ومستني اليوم اللي هيدمر فيه كل اللي بيتم بناؤه دلوقتي. عشان كده انا عاوز اكون اقوى وارفع من قوة الطائفة عشان لما يظهر الشر المطلق نكون قادرين على تدميره بالكامل. فبيتفاجأ سيد الطائفة من الكلام العميق الخاص بيون، وكأنه بالفعل عنده فكرة عن الشر ده. يون مش بيكون بيقول الكلام ده اصلا من فراغ، فهو استخدم الخبرة اللي جمعها في ال55 سنة اللي فاتوا عشان يعرف ازاي ينقذ الطائفة من المصير المشؤوم اللي مستنيها. فبيقاطع افكاره زعيم الطائفة وبيقول في الحالة دي العجوز ما كانش عاوز عقابك عشان تلاميذه، الفكرة انه هو بيحاول يختبرني. فبيقول له يون هو على الاغلب عاوز يشوف اذا انت اخترتني كخليفة ليك. بس الزعيم بيقول له هو شايف انك شر بيهدد الطائفة. فبيكمل يون وبيقول بغض النظر عن السبب فالعجوز ده قادر على معرفة الحاجات الغير عادية بسرعة، فلازم نتعامل معاه. فبيسكت زعيم الطائفة شوية وبيقرر هيعمل ايه، وبياخد يون على كهف صغير، ولما بيشوف يون الكهف بيتعرف عليه فورا. فالكهف ده هو اخطر ساحة تدريب بالطائفة وهو القصر الصغير، وعلى حسب كلام يون فالمكان ده فرصة النجاة فيه بالنسبة لحاملين دم الشيطان السماوي هي 50%، وده بسبب التحديات الصعبة اللي فيه، لدرجة انه حتى اخو يون صاحب الطموحات الكبيرة ما كانش عاوز يقرب للمكان الملعون اللي زي ده. فبيسأل يون وانت عاوزني ادخل الكهف لوحدي؟ فبيقول له زعيم الطائفة مفيش داعي للخوف، انا دخلته لما كنت في نفس عمرك. فبيكمل يون في الحالة دي احتجت قد ايه عشان تعرف تخلصه؟ فبيقول له زعيم الطائفة 2 شهر عشان اعرف اخرج. الكلام ده بيفاجئ يون وبيقول في نفسه ما تهزرش، ابي معروف عنه انه اكتر موهبة بين اسياد الطائفة طوال تاريخها العريق، ورغم كل امكانياتها احتاج 2 شهر بحالهم. فبيقاطع كلامه زعيم الطائفة وبيقول له مع الاسف كنت الوحيد اللي خرج في المدة القصيرة دي، اغلب اللي كانوا قبلي احتاجوا 3 سنين على الاقل عشان يخلصوا الاختبار ده. فبيتفاجئ يون اكتر وبيسأله يعني انت عاوزني ادخل المكان ده من غير اي تحضيرات؟ فبيقول له زعيم الطائفة وعشان كده هو اسمه عقاب يا ولدي، فتولى امر شؤونك بنفسك. طبعا كلام الزعيم بيأثر على يون وبيقول في نفسه هل معقولة انت بياني قوي كده يا والدي؟ هل للدرجة دي السيف الدموي اهم مني، ولا انت عاوزني ادخل هنا عشان اكون اقوى واعرف اتعامل معاه بنفسي؟ في كل الاحوال انت ما تغيرتش عن الشخص اللي عرفته من 50 سنة. فبيضحك يون وبيقول له بما اني مش قادر اقنعك باي حاجة تانية فانا هدخل واحاول ان انا اخلصه في وقت اقل منك. فبيضحك زعيم الطائفة وبيقول له بطل كلام فاضي وركز في الخروج من هناك قطعة واحدة بس. وبعدها بيدخل يون على مكان القصر، وهناك بيلاقي طاقة خفية بتخرج من المكان، وبيشوف يون بطلنا اللي بيعرف انه ده هيكون اختبار صعب جدا ليه. فعلى الرغم انه هو ابن الزعيم لكن لما تم طرده ما حصلش على فرصة للدخول للمكان العظيم ده. فبيدخل يون لمكان اول منطقة وبيلاقي القواعد بتاعة الاختبار واللي بتكون بسيطة جدا. على المتنافس قتل الاعداء باي طريقة ممكنة، ولو فشل في قتلهم في الوقت المحدد هيحتاج يستنى 10 ايام كاملين عشان يجرب تاني. فبيتفاجأ يون لانه مستحيل يعيش في المكان ده بدون اكل ل10 ايام، وبيبص حواليه وبيلاقي انه في حبوب قمح كتير جدا يقدر يستخدمها عشان يعيش. بس يون مش بيكون عاوز يقعد كل الوقت ده لانه في حاجات اهم لازم يعملها. فبيفعل الاختبار وبتبدا دمى المحاربه انها تخرج من الارض وبيكون عليهم علامات حمراء كده. فبيفهم
فبيفهم يون انه لازم يضربهم بالعلامات الحمراء دي عشان يعرف يعدي الاختبار، وبعدها بيتحرك بسرعة البرق وبيبدأ يكسر فيهم بدون توقف. وعلى الرغم من دقة وسرعة يون لكن اعداد الدمى بتكون كبيرة جدا، فبيفضل مجموعة من الدمى هتهرب وهتخليه يفشل في الاختبار، لكن يون بيتحرك بأسرع ما عنده وبيقطع فيهم عشان يخلص عليهم بالوقت المناسب. فبيفضل يقطعهم بسيفه لحد ما بتفضل اخر واحدة، فبدي يندفع يون بكل ما عنده وبسيف يون بيقطع الدمية الأخيرة اللي كانت على الشعرة وتخسروا المعركة. وبيروح بعدها للاختبار اللي بعديه وبيلاقي أسلحة كتيرة جدا في المكان، ولما بيبص على قواعد الاختبار بيلاقي انه لازم يكسر الهدف اللي هيظهر خلال ساعتين، وممكن يستخدم اي طريقة هو عاوزها لإنهاء المهمة دي. فبيفعل يون المهمة وبيلاقي حجر صخري صغير جدا وبيفتكر انه هيقدر يكسره بسهولة، لكن لما بيضربه بسيفه بيلاقي انه الصخرة قوية جدا ومستحيل تتكسر بالطرق العادية. فبيستخدم يون الطاقة الداخلية بتاعته عشان يقطع الصخرة، ولكنه بيتردد للحظة، فلو نجح الموضوع ده فالاختبار ده هيكون سهل جدا بالمقارنة بأول اختبار ليه. فبيلاقي يون حيطة فيها رسائل من المحاربين اللي خلصوا الاختبار ده، وبيلاقي اغلبهم استخدموا الطاقة بتاعتهم وخلصوا الاختبار في ساعتها، بس كان في محارب غامض قال انه من الخطأ استخدام الحرارة في الاختبار، وبيطلع انه ابو يون هو اللي كتب كده. فبيفهم يون انه لازم يبعد عن استخدام الطاقة الداخلية، بس المشكلة انه اغلب الرسائل بتقول انهم ما عرفوش يخلصوا الاختبار بالطاقة العادية بتاعتهم. فبيروح يون يشوف الشروط تاني وبيلاقي انها مختلفة، فعلى عكس الاختبار اللي فات الاختبار ده بيقترح استخدام الطريقتين، وده معناه انه من الممكن انهاء الاختبار بالطاقة الداخلية او بدونها. وعلى طول بيمسك يون الاسلحة اللي في المكان وبيكسر 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 عشان يعرف ينهي الاختبار، لكنه مش بيكون قادر على ده بسبب صلابة الصخرة، وبيتعب يون بعدها من كتر الاجهاد. فهو تقريبا قعد اكتر من ساعة ونص يضرب ولكن مفيش اي نتيجة، ولو خلص الوقت هيعيد كل ده من تاني بعد 4 ايام. فبيكون يون هيستسلم ويستخدم الطاقة الداخلية، بس بيتراجع عن قراره للحظة وبيثق في كلام ابوه. وهنا بيفتكر حاجة مهمة جدا، وهي انه يقدر يتبع نقاط ضعف الصخرة بالمهارات بتاعته. فبيدور بالصخرة بالطاقة الداخلية بتاعته وبيلاقي انه في علامة خاصة بتقسم القطع نصين، فبيعرف انه دي الطريقة الصحيحة لقطع الصخرة دي. وقبل ما يخلص الوقت بيروح يون وبيقسمها لنصين، وبينبسط يون انه قدر يخلص الاختبار صح اخيرا. فبيبص جوه الصخرة وبيلاقي حبة غريبة جدا، ولما بيروح يشوفها بيتصدم قوي لانه الحبة دي مش حبة عادية، وانما دي جوهر شيطاني عالي المستوى. وبيمسك يون الحبة وهو متفاجئ جدا، فالحبة دي مش حبة عادية، فعلى عكس الحبوب العادية حبة الجوهر الشيطاني بتملك كمية طاقة كبيرة جدا بترفع من مستوى الطاقة الداخلية للمستخدم بشكل كبير. فبيقول يون بنفسه الحبة دي نفيسة وحساسة جدا، فلو كانت تعرضت للطاقة الداخلية من السيف بتاعي كان هيتم اتلافها وساعتها هتتحرق بالكامل. يمكن عشان كده مفيش غير 2 بس اللي خرجوا من الاختبار ده، وباو أسطورة يمجدها التاريخ، فبدون تعلمهم للصبر وحسن تفكيرهم ما كانوش هيحصلوا على مكافأة عظيمة زي دي. شكرا ليك يا أبي على الخدمة العظيمة دي. فبياخد يون الحبة وعلى طول بتتدفق كمية طاقة كبيرة جدا في جسمه، وبعد 6 ساعات بيقدر يون انه يستوعب الطاقة الكاملة في الحبة. فبيصحى نشيط قوي وبيحس انه بقى اقوى من قبل بكتير. فبيقول يون بنفسه انا حصلت على مكافأة كبيرة جدا من التحدي ده، فعلى الرغم اني خلصت المستوى الثاني بس من الاختبار لكني قدرت ارفع من قوتي الضعف تقريبا، لكن ده مش المستوى المطلوب، انا على الاقل قربت شوية من هدفي. وبعدها بيدخل يون على الاختبار اللي بعديه وبيكون ملوش مدة محددة للانتهاء، وده بيخلي يون يستغرب، فالمفروض يكون الاختبار صعب قوي كده. وفجأة بتخرج مجموعة من الاعشاب وبيتم الطلب من يون يحدد الغير سامة فيهم. فبيضحك يون وبيقول ده شيء مضحك جدا، لو كنت دخلت الاختبار ده في حياتي الاولانية كنت فضلت اجرب في النباتات لحد ما مت من النباتات السامة. الشكر كله لجوي اللي بسبب ارساله ليا للبحث عن عناصر المستحيلات ال5 عرفت اتعرف على كل انواع الاعشاب سواء العادية او السامة منها عشان تفيدني في رحلتي. بالنسبة ليا الاختبار ده سهل جدا. فلما بيختار يون الاجابة الصحيحة بيلاقي مجموعة جديدة من النباتات ظهرت، فبيفهم يون انهم عملوا كده عشان اللي جابها مرة بالصدفة ما يعرفش يجيبها تاني. بس طبعا يون بيقدر انه يعدي الاختبار، وبعدها بيروح للاختبار الاخير واللي بيكون مختلف تماما عن باقي الاختبارات السبعة. فلو فشل يون في الاختبار هيموت بشكل فعلي في الحياة الواقعية، مفيش اي سبيل للاعادة. فبيروح يون عشان يشوف رسائل الاشخاص اللي عرفوا يخلصوا الاختبار، وبيلاقي انه الكل حرفيا كانوا منهارين من صعوبة الاختبار بسبب قتالهم باستمرار وبدون توقف. ولما بيبص على رسالة ابوه بيلاقي جملة واحدة بس واللي هي لا تستسلم للموت.
فبيفهم يون انه الاختبار ده بيعتمد بشكل كبير جدا على الصمود، فبيدخل في دائرة الاختبار عشان ينهي العقاب بتاعه. وفجأة بيلاقي يون نفسه انتقل لصحراء ضخمة جدا، بس مش بيكون مصدق نفسه انه ده وهم، لانه كل شيء بيكون واقعي جدا. وفجأة بيلاقي يون نفسه محاصر بعدد ضخم جدا من المحاربين الزومبي مرعبي الشكل. وبيفهم يون انه الاختبار هو في الاخر معركة مع المسوخ دي، ومهما كانت الظروف ما ينفعش يستسلم ابدا. فبيطلع يون سيفه وبيجهز نفسه للقتال مع الوحوش الهائجة اللي بتهجم على يون من كل اتجاه. بس يون بيتحرك بسرعة البرق وبيخلص عليهم واحد ورا التاني. الاعداد هنا مش بتخلص ابدا، والوحوش عمالة تتقدم اكتر واكتر، ولكن كل اللي بيلاقوه في طريقهم هو نصل يون الجبار اللي بيقطع كل اللي بيقف في طريقه. ومع كل ضربة بيلاقي يون حركته والطاقة بتتغلغل اكتر في عروقه. بس القتال بيكون لسه مخلصش، فاللي قتلهم جاء اضعافهم، بس زي اللي فاتوا كان مصيرهم واحد، وهو التحول لاشلاء على ايد نصل يون الفتاك. فبيفتكر يون انه خلص المحنة اخيرا وهيخرج من المكان، بس بيتفاجأ انه ده ما كانش الا البداية. فاللي ماتوا جا بعديهم وحوش اقوى، وهلة القتل بتفوح منهم اكتر واكتر، بس ده مش هيغير مصير المعركة، فالقتال هيستمر. فبيكمل يون تقطيع في اللي بيقف قدامه، لكن الوحوش بتكون بتهجم عليه باعداد غفيرة وبأسلحة وادوات متنوعة، وهو معتمد على سلاحه الوحيد بس. لكن لو كان بالضعف ده ما كانش هيقدر يحصل على الكنوز الخمسة المستحيلة في المقام الاول. فبيكمل يون قتل فيهم بدون توقف نهائيا، وبإرادة من حديد وبقوة من فولاذ. بيكمل يون ذبح في المسوخ اللي بتقف في طريقه، لحد ما اخيرا بجد المرة دي بيقدر انه يخلص على اخر خصم قدامه. وفي لحظة بيلاقي انه رجع لمكان الاختبار، وكأنه كل القتال الدامي ده ما كانش موجود اصلا. وبيلاقي يون رسالة على اتمامه للاختبار بنجاح. فبيضحك يون وبيقول بنفسه انا قدرت اخلص كل اختبارات الكهف في يوم واحد، عكس ابويا الملقب باسطورة الطائفة واللي احتاج شهر كامل عشان يخلص هو في كامل تعزيزاته. لو طلعت هكون اسطورة ووحش كاسر ما حصلش في تاريخ الطائفة، بس في المقابل هحصل على اعداء ناس انا مش مستعد لمعاداتهم دلوقتي. بالاضافة انجازي افضل من انه الناس تصدقوا. اول ما اخرج الكل هيشككوا في انهائي للاختبار، بما اني مش ورايا حاجة في المقام الاول، فخليني اقعد هنا واتدرب على التقنيات اللي عندي. انا بالفعل معايا 3 اختبارات هيساعدوني في رفع قوتي زي ما انا عاوز. وبعد 100 يوم بيقابل يون سيد الطائفة اللي بيقول ليون رغم انه مستواك مرتفع بشكل كبير جدا، لكنك احتجت ل 100 يوم عشان تنهي الاختبار. فبيقول له يون اعذرني يا ابي، الاختبار كان صعب قوي وما كنتش مستعد ليه اساسا، فسامحني اني ما قدرتش اكسر رقمك القياسي. فبيكمل سيد الطائفة وبيقول له في الحالة دي هل قطعت الكرة الحجرية بشكل صحيح؟ فبيقول له يون وازاي ما اقدرش اعمل كده بعد ما قمت انت بارشادي بالكهف بالدليل بتاعك؟ بالمناسبة شكرا على مساعدتك ليا، لولا كلامك الحكيم ما كنتش قادر اخرج من هناك اساسا. ولما بيخلص كلامه بينبسط سيد الطائفة الشيطان السماوي بيون لانه طلع قوي زي ما كان عاوز. وبيكمل كلامه مع يون وبيقول له باين انك ما طلعتش طفل مدلل زي ما كنت متخيل. فبيقول له يون ودي فيها كلام، ازاي يكون ده خيار وانا ابن الشيطان السماوي نفسه؟ فبعدها بيقول يون لنفسه في الماضي كنت فاكر انه ابي شخصية همجية كان هدفها هو تحريض الكل على القتال، عشان كده ما زعلتش لما مات، ولكن دلوقتي فهمت الفكرة من كل اللي هو بيعمله. هو بيقوينا عشان نتعامل مع العالم لو حصل اي حاجة. في النهاية هو ادرك في سن مبكر انه الضعيف هيموت تحت انياب القوي، فلو ما عملش اللي بيعمله ساعتها هتتحول حياتنا للعنة عشان احنا بس ابناء الشيطان السماوي. وهنا بيقطع صوت افكار يون وبيقول له بالتفكير في الموضوع انت قدرت تغلب الرقم القياسي اللي قبلي اللي احتاج 2 عشان يخرج، فقدرتك على انهاء الاختبار بدون استعدادات وفي 100 يوم بس ده يعتبر انجاز عظيم جدا. احسنت ايها السيد الشاب التاني. فبيستغرب يون وبيشوف المصدر وبيلاقي مساعد زعيم الطائفة قدامه، فبيقول بنفسه الراجل ده هو الشخص التاني في السلطة بعد ابي، وهو من القلة القليلين اللي يقدر يثق فيه كبير المستشارين ورئيس الوزراء سيما يي. فبينحني يون لسيما وبيقول له انا سعيد اني شفتك يا مستشار سيما، بقالي وقت طويل جدا ما شفتكش. فبيشكره سيما وبيقول له انا مبسوط انك قدرت تفتكرني يا سيد يون، في الحقيقة انا كنت بدور عليك عشان اناقش معاك حاجة متعلقة بالطائفة. فبيستغرب يون وبيقول في نفسه سيما عاوز يسألني في حاجة وقدام ابي، بما انه ابي ما اداش ردة فعل فده معناه انه عارف كل حاجة. فبيكمل سيما كلامه احنا حصلنا على الرسالة من مجهول مؤخرا ذكر فيها انه في عملية فساد ضخمة بتحصل داخل الجيش الشيطاني، وبنعرف هنا معلومة عن الجيش الشيطاني انه هو احد القواعد ال8 الدفاعية اللي بتملكها الطائفة، واللي بيقودها هو اخو السيف الدموي. فبيتضايق يون لانه هيضطر انه يتورط مع السيف الدموي من تاني. وبعدها بيكمل سيما يي كلامه السنة اللي فاتت حصلنا على رسالة مشابهة
الرسالة اللي اتبعتت دي، وبعتنا محقق عشان يعمل تحقيقات في اللي حصل، لكن فشل التحقيق بعد ما مات الضابط المسؤول عن عمل التحقيق ده من أحد جنود الجيش. طبعا كنا هنقوم بإجراء حازم ضدهم على اللي حصل، لكن قائد الجيش الحالي مسك المسؤول اللي حصل بأدلة قوية جدا، وانتهى به المطاف بقتله قصاصا للمحقق بتاعنا، واتقفل التحقيق عشان الأدلة الكتيرة اللي حصلنا عليها من سيد الجيش. عشان كده أنا عاوز منك تكون المسؤول عن التحقيق وتخلص القضية دي بشكل شخصي. فبيتفاجأ يون من كلام سيمايي وبيقول في نفسه هو بيهزر ولا ايه؟ المهمة دي فرصة الموت فيها عالية جدا، ومع ذلك عاوز يبعت الأمير الثاني والمرشح للقب الشيطان السماوي عشان يخلص المهمة اللي فرصة الموت فيها عالية. هو ايه ده؟ من الواضح جدا انه المسؤول عن اللي بيحصل هو قائد الجيش، ودي رسالة واضحة انه اللي هيتدخل في شؤونه هيموت، حتى لو كان المسؤول عن التحقيق هو ابن الشيطان السماوي. وبعدها بيقول يون لسيمايي هو انت متأكد من رغبتك في بعتي للمهمة دي؟ باين اني ممكن ما ارجعش منها اساسا. فبيضحك سيمايي وبيقول له ما تخافش يا سيدي، لو ما كنتش اعرف انك قدها ما كنتش تعبتك في المقام الاول. فبيفهم يون انه ده اختبار من ابوه عشان يشوف هو يقدر يعتمد عليه لحد فين. فبيقول له الزعيم مالك؟ هل انت خايف من التعامل مع مشكلة صغيرة زي دي؟ مش قلت لي انك تقدر تتولى السلطة بدوني من قبل؟ فبيقول له يون الفكرة اني لسه خارج من العقاب بتاعك عشان تبعتني على موضوع صعب زي ده، بس مع ذلك انا هروح واشرفك هناك يا ابي. وبعدها بيروح يون عشان يجمع فريق التحقيق، فبيلاقي شاب هزيل وباين عليه الحزن هو الوحيد اللي معاه في فرقة الاستطلاع. فبيعرف الشاب عن نفسه وبيكون اسمه سيو من جناح نيرفانا. فبيستغرب يون وبيقول له هو ايه اللي انت بتعمله ده؟ هو مش المفروض انا طلبت من المستشار سيمايي يبعت لي اجمل بنات الجناح؟ فبيقول له سيو على الاغلب هو بعتني انا علشان انا في نظره اجمل من اجمل نساء الجناح كلهم. هنا يون بيتضايق قوي جدا من برود سيو، بس مش بيكون عنده حل تاني غير انه يكمل طريقه ويروحوا يعملوا التحقيق. وفي الطريق بيسأل يون سيو عن المعلومات اللي عندهم عن قائد الجيش الشيطاني، واللي بيطلع انه اسمه جوتشو الاخ الاصغر للسيف الدموي تشو. فبيسأل يون سيو عن سبب بروده وهو بيتكلم، فالمفروض انه يساعده في التحقيق، بس بيقول له سيو انه حتى لو جابوا المسؤول القانوني مش هيطبق عليه القانون اصلا. فاخر واحد دخل بالتحقيق مع جو كان رئيسه في العمل، ورغم خبرته الكبيرة في الشغلانة دي ومكانته انتهى الحال بيه ميت ميتة ما يستحقهاش نهائيا. فبيفهم يون سبب احباط سيو الشديد، فمثله الاعلى مات بشكل بائس بدون الحصول على ثاره بسبب الفساد اللي حصل في الطائفة. وبعدها بيكملوا طريقهم لحد ما بيوصلوا لبوابات الجيش، وهنا بيلاقوا 2 من الحراس بيسألوهم عن هويتهم، وبيقول لهم سيو انهم محققين وجايين يحققوا في بعض الاعمال فعاوزين يدخلوا، لكن الحراس بيعاملوا سيو بوقاحة رغم انه بيملك اذن من الطائفة نفسها. ومع كل ده الحراس مش بيتهز ليهم شعره، وبيتعاملوا مع سيو يون بازدراء شديد. فلما يون بيلاقي الدنيا هبت كده من العيال دول بيروح يون وبيسألهم انتم مش عارفين انا مين؟ فبيقول له الحارس وده وش ما يعرفش انت مين برضه؟ انت ابن الشيطان السماوي واحد المرشحين للعرش. فبيقول لهم يون وبما انكم عارفين انا مين لسه بتتعاملوا معايا بوقاحة؟ وبسرعة البرق بيكسر يون عظامهم بقبضاته لحد ما بيخليهم عاجزين عن الحركة، وده بيخلي سيو متفاجئ جدا من قوة يون الكبيرة. فبيسأله يون انت بتعمل ايه؟ مش ورانا تحقيق لازم نخلصه؟ يلا بينا يا ابني. فبيروحوا الاثنين يكملوا طريقهم وبيلاقوا عدد كبير جدا من المحاربين تحسهم مرتزقة كده اصلا مش جيش. فبيقول لهم سيو انهم جايين عشان يعملوا تحقيق في اعمال الفساد اللي بتحصل في المكان، فلازم يوسعوا الطريق. بس الموجودين بيقابلوا كلامه باستهزاء شديد وبعداوة شديدة جدا وببعض من الازدراء، لحد ما بيجي قائد الكتيبة وبيسأل عن اللي بيحصل. فبيعرف سيو عن نفسه وعن مهمته، والقائد بيعرف عن هويته وبيكون اسمه جودانج المسؤول عن الفرقة الاولى في الجيش. فبيقول سيو بالتخاطر ليون الراجل ده هو المساعد الاول لجو ويعتبر الثاني في القيادة، فعلى الاغلب هو متورط في اللي بيحصل في الجيش. فبيكمل سيو كلامه مع جودانج وبيقول له انا جيت مع السيد يون عشان نعمل تحقيق في المكان، ولازم تخلي بالك من افعالك واحنا هنا. فبيضحك جودانج وبيقول له لو ما عملتش كده هيحصل ايه يعني يا روح ماما؟ فبيكمل سيو بيقول له لو كملت في اللي انت بتعمله هقوم بالقبض عليكم كلكم بتهمة عرقلة التحقيق. فبيضحكوا الكل بشكل هستيري على كلام سيو، وبعدها بيقول له جودانج اوف يا جدع انا خفت جدا من الشويتين دول، ما تيجي توريني هتعتقلني ازاي؟ اصل بحب اشوف الحاجات دي. ولا انت مش عارف انا مين ولا ايه؟ فبيخاف سيو لانه ما يقدرش يتعامل مع الجحش ده لوحده. هنا بيتدخل يون وبيقول القائد جودانج عاش من شافك، بقالي كتير ما شفتكش من اخر مرة، مش المفروض تسلم عليا؟ جودانج هنا بيكون مستغرب من كلامه لانه ما شافش يون في حياته في الاول اصلا. فاول ما بيسلم عليه بيزحخ يون كل عظمة في ايد جودانج، واللي ما بيكونش قادر يتحمل الالم ده كله، لكنه بيسكت عشان ما يخسرش برستيجه قدام فرقته. وبعدها بيكمل يون
بيقول له بما ان احنا عارفين بعض من قبل فعاوزك تعمل لي خدمة كده وتخليني اقابل قائد الجيش جو. معلش انا مستعجل فعاوز اشوفه دلوقتي. وبعدها بيكمل يون كلامه بالتخاطر مع جودانج وبيقول له مش عيب عليك يا درفة الدولاب تتكلم بصوت عالي وانت مش قد كلامك؟ لو اتكترت معايا فصدقني مش هتعرف تستخدم دراعك دي لبقية حياتك. فبيقول له جودانج بين انه سيد الطائفة كان معيشك في نعيم لدرجة انه ما خلاكش تجرب شعور تقطيع السيوف لاحشاء الناس. لو ما بطلتش في اللي بتعمله ده هحرص اني اخليك تجرب التجربة دي. فبيكمل يون وبيقول له طيب هل ساعتها هيكون عندك ايد عشان تنفذ تهديداتك الواهنة دي؟ باين انه كسرها مش هيكون كافي. لو عاوز مستعد طلعها من مكانها من الاساس. فبيتعصب جودانج وبيقول له انت اللي جبته لنفسك يا ولي العهد، فانت مستحيل تخرج من المكان ده دلوقتي قطعه واحده. فبيسيبوا جودانج وبيكمل سيو يون طريقهم. فبيسال سيو هو انت تعرف القائد جودانج منين؟ فبيقول له يون لا شفته في حياتي ولا اعرفه. فبيتفاجئ سيو وبيساله طب انت عرفت تقنعه يسيبنا ازاي؟ فبيرد يون كسرت دراعه لما سلمت عليه. على الاغلب هو مش هيعرف يستخدم دراعه لفتره من الوقت. اظن انه ده هيكون وقت كافي لانهاء التحيات عشان انا هحتاج اقطعها كلها لما اخلص. وبعدها بيروحوا كلهم لمكان قائد الجيش جو. فبيقابلهم جو بيقول اهلا بيك ايها السيد الشاب، نورت بيتي. معلش رجالتي وقحين وتعاملوا معاك بشكل وقح شويه، انت عارف هم بالجيش وجهله بطبعهم، اتمنى تتفهم الموقف ده. فبيقول يوم بنفسه اللورد جو شكله مش محارب عادي، فعلى الرغم من مظهره العجوز لكنه كان قادر على الحفاظ على الهاله القويه دي في سنه. حتى سيو مش قادر يمسك نفسه بسبب قوتها الشديده. وبعدها بيقول لجو من تصرفات رجالتك باين انهم مش بيعملوا حاجه اغلب الوقت غير القتال، خليهم يوروا شويه كتب عشان يهدوا بيها نفسهم، افتكر انت بتاخد ميزانيه مكتبه مننا. فبيقول له جو انت عارف يا سيدي الشاب المقوله اللي بتقول ان الجهل بالمخاطره بتخليك تكتسب الشجاعه في المآزق، لكن يوم بيقطع كلامه وبيقول له الكلام ده عفى عليه الزمن، الشجاع دلوقتي هو اللي بيبحث عن العلم عشان يواجه بيه المجهول، فاقتدي بالنصيحه دي حتى لو جت من شاب زي ليك. فبيضحك جو بيقول الواحد كبر قوي في السن وما بقتش عارف كلام الجيل الجديد ده، على العموم انا هحط كلامك في عين الاعتبار. فبيتفاجئ يوم من ردة فعل جو اللي المفروض الكلام ده يخليه يتضايق منه. وبعدها بيكمل جو كلامه وبيقول له بما انك جاي عشان تحقق هنا ممكن تقول لي انت ليه جيت شخصيا يا ولي العهد التاني؟ فبيقول له يون زعيم الطائفة كان عاوز يعاقبني فانا عملت شوية اخطاء لما رحت اصطاد معه وعشان كده بعتني هنا كنوع من العقاب. فبيضحك جو لانه ما كانش متخيل انه زعيم الطائفة هيعمل حاجة زي دي، وده بيخلي يون يستغرب من ردة فعله اكتر. وبعدها بيكمل جو كلامه وبيقول له طيب في الحالة دي هل في واحد من الموظفين جناح نيرفانا معاك؟ هل وصلت ليكم رسالة من مجهول زي اخر مرة؟ فبيقول له سيو انه دي معلومات سرية ومش هينفع يقولها، بس يون بيقول له انه ده حصل فعلا. فبيستغرب سيو من صراحة يون في اخبار جو بالمعلومات الحساسة دي. فبيقول جو يا على الايام الواحد بقى بيتضرب بظهره من الناس الحقودة اللي مش عايزة تشوف الناجحين بينجحوا في حياتهم، فلمجرد اني حققت انجازات كتيرة في الجيش الشيطاني الناس عمالة تفتري عليا بدون اي داعي. يرضيك اللي بيحصل ده يا زعيم الطائفة المستقبلي؟ فبيضحك يون وبيقول له معلش امسحها فيا المرة دي او خلينا نخلص التحقيق عشان يتطهر اسمك من الافتراءات دي. فبيقول له جو يا ولد انا مش زعلان على نفسي، انا زعلان عليك، فانت على الاغلب مش هتحب المكان ده، فزي ما انت شايف الجيش مختلف عن اسرك في الطائفة، وبعدين انت شايف ان احنا اشرار عشان تيجي تحقق معانا بنفسك، ده حتى انا واقف في صفك يا جدع. فبيقول له يون غريبة مش السيف الدموي بيدعم اخويا الاكبر؟ فبيكمل جو بيقول له لا ده اخويا هو اللي بيعمل كده، لكن انا بدعمك في كل ذرة في عروي. فبيضحك يون وبيشكره على كلامه المنمق ده وبيمشي من المكان. وقبل ما يمشي بيحذره جو انه يفضل هنا اكتر من 3 ايام لحسن في حاجات غير متوقعة ممكن تحصل له. فبيقول له يون قصدك زي اللي حصل للمحاول اللي فات مش كده؟ فبيقول له جو ابدا ابدا، اللي حصل اخر مرة كان مجرد اخطاء من اتباعي وانا اتعاملت مع الوضع بنفسي، بس زي ما انت عارف الشباب ممكن يتأثروا بالجيش بشكل سلبي، فخلي بالك من نفسك وحاول تخرج من هنا باسرع وقت ممكن. فبيضحك يون وبيفهم اخيرا ليه ابوه بعته المكان ده، فالسبب الوحيد اللي مخلي زعيم الطائفة يبعته هنا عشان يخلص على جو. وفي الوقت ده بيتكلم سيمايي مع زعيم الطائفة وبيسأله عن سبب ارساله ليون رغم انه كان هو اللي هيستلم القضية دي. فبيقول له زعيم الطائفة انه يون قال له انهم ضلوا الطريق وهو اللي هيرشدهم لطريق التخلص من الشر المطلق، وطالما الراجل قال حاجة بلسانه فلازم يكون قدها، يا اما
هيدفع تمن كلامه. وتاني يوم بيلاقوا فرق جيش غراب اسود في منتصف الممر، وده بيكون علامة على الحظ السيء. فبيجي قائد الفرق وبيسأل يون عن سبب اللي عمله ده، فبيطلب منه يون انه يعرف عن نفسه، وبيطلع انه ده جانج قائد الفرقة الثالثة في الجيش. فبيقول له سيو بالتخاطر انه جانج ده هو الاقوى في الجيش، وكان القائد الفعلي للجيش لحد ما وصل جو. فبيفهم سيو انه جانج مش شخص عادي. فبيكمل جانج كلامه وبيقول انا مش فاهم، هو انت جاي عشان تضايق الموجودين وتعطلهم عن شغلهم، ولا جاي عشان تكمل تحقيقك؟ فبيضحك يون لانه عارف انه جانج ليه دعوه بالتحقيق بتاعه. فبيطلب منه يجي عشان يحقق معاه. فبيكسر جانج الارضيه عشان يخوف يون، بس يون ولا بتتهز الشعره حتى فيه. وبيقول له انت لو كملت في اللي انت بتعمله ده فدي تعتبر خيانه عظمى، لانك عرقلت مرشح سيد الطائفه في تاديه مهامه. فبيوقفوا اتباع جانج الرجاله قبل ما تكبر المشكله، وبعدها بيروح مع يون عشان يبداوا التحقيق. فبيفضلوا الاثنين يبصوا لبعض لحد ما بيقول له يون مش كفايه اسكت لحد هنا. فبيستغرب جانج وبيقول له انت عاوز مني ايه؟ فبيكمل يون وبيقول له مش انت برضه اللي بعت الرساله؟ مش الافضل انك تبدا بالكلام؟ فبيتفاجئ جانج من كلامه وبيقول له انه ما عملش كده ومفيش دليل على كلامه نهائيا، بس بيكتفي يون بالنظر ليه. فبيتفاجئ جانج وبيقول له هو مصدوم انت عرفت ازاي؟ فبيقول له يون الفرقه بتاعتك حاولت تعرقل التحقيق بشكل مبالغ فيه امبارح على الاغلب عشان يخرجوا من دائره الشبهات، ولما شفتهم في الممر لقيتهم منضبطين عن باقي الفرق اللي شفتهم. واخيرا محاولتك انك تلقي اللوم وابعاد طاقمك عن الخطر لاشخاص المستقيمين اصحاب الضمير هم اللي هيعملوا كده بس. وبيقول يون بنفسه في الحقيقه ما كانش ده السبب الرئيسي في اختياري للمهمه دي او قبولي ليها. فلما سمعت اسم جانج افتكرت خبر موته بشكل غامض بعد بحثه في احد عمليات الخداع في الجيش، فاستنتجت انه هو الشخص اللي كان بيطلب المساعده لحل المصايب اللي كان بتحصل قدامه. وبعدها بيقول جانج انا ما كنتش عارف اقول حاجه عشان ما اموتش وما يتمش اكتشاف هويتي، فاكتفيت بطلب المساعده من الزعيم. فبيساله يون عن الوضع الحالي، فبيقول له جانج انه جو بيستغل سلطته عشان يستخدم قوات الجيش في تهريب الاسلحه، قتل اهداف خاصه بالسوق السوداء والمافيا عشان يحقق مكاسب شخصيه. فبيساله يون هل ده السبب الوحيد في ارسالك للطلب ده؟ فبيقول له جانج انه ده احد الاسباب، بس السبب الرئيسي هو رغبته في تحقيق العداله لصديقه. فهو كان اول شخص ارسل رساله الاستغاث اول مره عشان تبدا التحقيقات، وهو برضه اللي تم استخدامه ككبش فداء لتبرير موت المحقق اللي جاء عشان يحقق في اللي بيحصل. وعلى الرغم من انه عارف مين اللي قتل صاحبه، لكن خوفه على نفسه وعلى رجالته خلاه ما يروحش علشان ينتقم لصديقه اللي كان ليه كل الفضل في اللي هو فيه. فبيقول له يون انه شاكر شجاعته ورغبته في تصليح الطائفه، وبيوعده انه هيحقق انتقامه لصديقه مهما كان الثمن. فبيعيط جانج وهو متاثر بكلام يون، ويون بيقرر انه يمنع موت جانج زي ما حصل قبل كده ويحمي كل الاشخاص الشرفاء اللي زيه عشان يرجع مجد الطائفه من تاني. وفي اليوم اللي بعديه بيجي واحد من الحراس وبيقول ليون سيدي حاجه خطيره جدا حصلت، تعال معايا دلوقتي حالا. وبيروح يون علشان يشوف الحاجه الخطيره دي، فبيتفاجئ انه سيو وباقي المحققين اللي جابهم تعرضوا للضرب. وبيروح يون ياخدهم عشان يتعالجوا، وبعدها بيروح عشان يتفاهم مع الحيوان اللي عمل كده. فبيلاقي جودان قدامه عمال يضحك، فبيفهم انه المسؤول عن كل ده وكل اللي حصل علشان يخوفه ويوقف التحقيق. فبيساله يون عن سبب اللي عمله، لكن جودان بيقول بازدراء انه عمل كده علشان هو خبط فيه وما اعتذرش. فبيقول له يون هو اعتذر لك اصلا، بس ده مش مهم بالنسبه ليك صح؟ فهدفك هو توصيل الرساله دي ليا من الاساس. فبيضحك جودانج وبيقول له انت طلعت ذكي جدا اسمه الامير، امال كانوا بيقولوا عنك حمار ليه؟ فبيقول له يون انت عارف اني بملك سلطه التنفيذ الفوري مش كده؟ فبيضحك جودانج اكتر وبيقول له وايه فايده السلطه طالما انت مش هتعرف تستخدمها يا عزيزي؟ فزعيم الطائفه مش هيجري وراك علشان ياخد ليك حقك. فبيقول يون بنفسه زي ما توقعت، الحمار ده معتمد بشكل كبير على غروره ولكنه بدون مهاره، فهو بيستخدم رجالته عشان يظهر قوته، لكنه في العادي ما كانش هيكون متعجرف في الشكل ده كويس اوي. فباستخدامه هقدر اخلص التحقيق ده بشكل اسرع. فبيروح يون علشان يقتله، ولكن اتباع جودانج بيوقفوا له وبيقول له جودانج انا مش عارف انت شجاع ولا مغفل يا امير الطائفه، عشان كده احذرك انه اللي بيحاول انه يتعامل مع فرد من الجيش الشيطاني بيتعامل مع الجيش كله، فخلي بالك من اللي بتعمله. فبيقول له يون هو ده اللي بيعمله قائد الكتيبه، بيستخبى ورا اتباعه عشان ما يتعورش. فبيقول له جودانج مش بايدي، في واحد قليل الادب كده تسبب في جرح في ايدي، لولا كده كنت خلصت عليك بنفسي. فبيقول له يون اذا في الحاله دي انا بوعدك اني هقتلك بذراعي اليسار عشان نكون متعادلين. وهنا بيقول له جودانج يعني مش هتعيط لزعيم الطائفه لو حصل لك حاجه وانا بقتلك؟ فبيقول له يون اوعدك انك حتى لو قتلتني مش هتتحمل مسؤوليه اي حاجه هتحصل. فبينبسط جودانج لانه هيقدر يخلص على يون،
بيطلع سيفه عشان يستعد للقتال، وده اللي بيكون عاوزه يون بالضبط، الاستعراض اللي هيطلع الثعبان من جحره ويكشف كل الخبايا اللي في المكان ده. فبيهجم جودانج بنصله الضخم عشان يقتل يون، بس يون بيتفادى الهجوم بكل براعة، وبسرعة البرق بيقطع يون دراعه اليسرى عشان يخليه عبرة لمن يعتبر. فبيصرخ جودانج من كتر الألم، لكن يون بيقابله بلكمة بمقبض السيف عشان يسكته ويوقعه على الأرض. فبيهجموا أتباع جودانج عليه عشان ينتقموا منه، لكن يون بسرعة البرق بيخلص عليهم هم كمان، وبعدها بيقول لهم أنا اكتفيت بقتل شوية منكم، بس اللي عاوز يكمل أنا مستعد أقتلكم كلكم لو حبيتوا، بس لازم تعرفوا إنه اللي هيموت على إيدي هيموت بتهمة الخيانة. يعني كل اللي يعرفوهم لحد 3 أجيال هيتم قتلهم بدون رحمة، آباء، عائلات، أمهات، شيوخ، أطفال، مفيش رحمة نهائيا. وطبعا محدش بيجرؤ إنه يقرب ليون، فبيصرخ جودانج من كتر الألم وبيطلب المساعدة. فبيقول له يون إنه بالفعل شاف ناس كتيرة جدا في نفس حالته، ولكنه بدل من مساعدتهم اكتفى بقتلهم زي ما قتل المحقق اللي جاء آخر مرة بدون رحمة. ولكن جودانج بيكون عاوز يعيش، فبيطلب السماح من يون مقابل إنه يعمل له أي حاجة. فبيقول له يون أنا هسامحك بس بشرط واحد، إنك تخلص حقوقك مع اللي تقتلهم الأول. وبعدها بيسحق يون راسه لحد ما بيهشمها بالكامل. وبالليل بيقعد يون مع جو في أحد الحانات، فبيسأله جو عن اللي حصل النهاردة في الجيش. فبيقول له يون إنه القائد الأول كان بيتصرف بوقاحة فاضطر يخلص عليه. وهنا بيقول له جو أنا كنت عارف إنه الحمار ده مش هيموت ميتة كويسة، فهو كان مقاتل قوي لكنه راجل مش مظبوط كده، كويس إنك خلصتني من حيوان زيه. فبيقول يون بنفسه أنت فعلا حيوان، رغم إنه جودانج كان بيخدمك بإخلاص وبيساعدك في أعمالك القذرة، لكنك تخليت عنه عشان الشبهات ما تكونش عليك. كل مرة بتثبت لي إنه اللي هعمله فيك بعدين أنت تستحقه. وبعدها بيقاطع جو أفكار يون وبيقول له بما إنك وصلت للنقطة دي إيه رأيك ننهي التحقيق هنا؟ فلو طولت أكتر من كده فالموضوع ممكن يتصاعد والمشاكل هتكون كبيرة. صدقني أنت لو قتلت قائد و3 من أتباعه باقي الجيش هيحمل ضغينة كبيرة وممكن يقتلك وأنا ما كنش موجود أصلا. فبيقول له يون وأنت صدقني إن أنا أول واحد عايز يخلص من المهمة التعبانة دي، بس أنا عاوز أتعامل مع القضية دي بشكل صحيح عشان ما ارجعش هنا تاني. فأنا لسه في مشكلة في طريقي رغم التحقيقات، لكني ما لقيتش أي دليل يساعدني في قلب الملف ده. وبما إنه ده تحقيق رسمي بيتبعه رئيس الطائفة وكبير المستشارين سيما يي، فلو رميت ليهم أي حاجة مش هيتخدعوا بسهولة. فبيقول له جو يعني ما ينفعش تجهز أي دليل من عندك يساعدك في الوضع. فبيقول له يون كان بيودي بس العناصر اللي معايا قليلة، بالإضافة إني مش معايا ملف العملاء اللي كان بيتعامل معاهم قائد الفرقة الأولى، فلو ما حصلتش على دليل قاطع يسكت أي حد مش هعرف أمشي من هنا. أفتكر أنت فاهم قصدي. فبيبصوا الاتنين لبعض بنظرات كلها حذر، فكل واحد مستني اللحظة اللي هيخلص فيها على التاني. وبعدها بيروح يون عند فرقة التحقيق بتاعته عشان يطمن عليهم. فبمساعدة الطبيب الامبراطوري اللي جه معاهم قدر إنه ينقذ المصابين بإصابات خطيرة، وبيشكروه باقي الفريق على الانتقام منهم للناس اللي ضربوهم. فمن ساعة ما تم الإعلان عن حقية الحصول على لقب الشيطان السماوي بالقتال الكل ما بقاش مديهم أي اهتمام، لأنه ممكن أي حد يمتلك السلطة دلوقتي. فبيوعدهم يون إنه هيصلح كل حاجة. وبعدها بيتكلم مع سيو عن التحقيق وبيقول له إنه جو عاوز يساعدهم في إغلاق التحقيق بصنع أدلة مزيفة. طبعا سيو ما بيكونش موافق على الكلام ده، بس يون بيقول له إنه عاوزه يعمل كده عشان يعرف يوقعه في فخه. وبتاني يوم بيلاقي يون كل الملفات اللي تثبت عملية فساد سرية في غرفة القائد جودانج واللي بتكون متفصلة عليه بالملي، وده بيبسط يون لأنه جو وقع بفخه بالفعل. فبيطلب يون من سيو يدور على أمهر واحد في الحسابات في الجيش عشان هو المسؤول عن تزوير الملفات دي ويلصقها بجودانج. وبعدها بيروح عند غرفة جو وبيعرفه اللي حصل، فبينبسط جو لأنه كده التحقيق خلص ويون هيمشي من المكان أخيرا. بس يون بيفاجئه وبيقول له إنه لسه فاضل له عقبة واحدة كمان في طريقه، وهي المعلومات حصل عليها من طرف الجيش بشكل مباشر، وده هيضعف من قوة التحقيق لأنه من الممكن تزويرها من قبل الجيش نفسه، وده هيثبت التهمة على جو أكتر، بالذات إنه سيما يي هو اللي بيراجع الحاجات دي في العادة. فبيفكر جو في كلام يون وبيسأله عن اقتراحاته لحل الوضع المتأزم ده. فبيقول له يون إنهم هيلفقوا شوية من المعلومات دي في أقسام الجيش التانيين علشان يبان على الأقل إنهم عملوا تحقيق وحصلوا على الملفات دي بمجهودهم، فمحدش يتكلم معاهم. طبعا جو بيحس بالخيانة من كلام يون، لكن يون بيقول له إنه زيه مش عاوز يقعد في المكان ده لوقت أطول، هو يكتفي بالبحث في الأماكن العامة في الجيش ومش هيتعمق في التفاصيل عشان يخلص الموضوع ده بسرعة. فبيوافق جو على طلب يون بما إنه مش هيحفر في الموضوع أكتر، ولكن اللي ما يعرفوش جو إنه بسبب قصر نظره وقع بفخ يون. فبيقول يون بنفسه كويس إنك جاهل بالأمور البسيطة دي يا جو،
جو، فانا مش محتاج ادور في الاماكن العميقة في الجيش عشان اجيب دليل يساعدني. يكفيني ادور على سجلات الجيش القديمة بتاعت المتقدمين واخد السجلات بتاعت جودانج واقارن خط ايده مع السجلات اللي حصلت عليها عشان اجيب خط اللي زور الورق واثبت تورطك الكامل في اللي بيحصل. وفي غرفة التحقيق بيكون سيو جاب الشخص اللي كان عاوزه يون، واللي بيكون المحاسب الاول في الفرقة الاولى يانجو. فبيسألهم يان هو انتم ليه اعتقلتموني؟ انا ما عملتش حاجة غلط. فبيقول له يون مش انت الراجل المحترم اللي كتب السجلات المزورة اللي بتخص القائد جودانج؟ طبعا يان بينكر كلامه. فبيقول له يون انا عارف انك مش هتتكلم في الاساس، انت كنت بتعمل شغلك، انا عاوزك بس تكون صادق معايا مش اكتر. بس يان بيكون مصمم على كلامه وبيقول لهم انه ما عملش حاجة. فبيقول له يون بما انك مش عاوز تتكلم اتفضل امشي. فبينبسط يان لانه افتكر انه نجا من الموت، ولكن يون بيقول له بس قبل ما تمشي اعرف انك مشيت من هنا لاني مش بملك اي خيار في اجبارك على الكلام، بما انك موظف حسابات عادي مش مقاتل حتى. ولكن جو مش هيكون بنفس الطيبة دي معاك، فلما تخرج من هنا هيذبحك فورا. فبيستغرب يان وبيسأله عن قصده. فبيقول له يون المفروض تكون ذكي وفاهم الموضوع بسرعة. ايه اللي هيحصل لما تدخل غرفة التحقيق وتخرج مفيش خدش واحد عليك؟ ده معناه انك قلت اللي انا عاوز اسمعه وما بقاش منك فايدة، فعلشان تكون عبرة هتموت فورا. هل في حاجة من اللي قلتها غلط؟ فبيضطر يان هنا انه يزوده بكل المعلومات اللي يقدر عليها عشان يقدر ينجو من الكارثة اللي هو فيها. وبعد التحقيق بيقدر يجمع سيو الادلة اللي تثبت تورط جو المباشر في قتل المفتش السابق اللي كان في التحقيق، ده غير عمليات السرقة واغتصاب الاراضي، القتل الجار، القرويين، وحاجات حتى الكلاب اللي عندنا على ارض الواقع ما يقدروش يعملوا زيها ولا بيعملوها عادي. مهم يعني. فبيسألوا سيو احنا يمكن معانا الادلة اللي بتربط جو بكل اللي حصل بس ما فيش طريقة لاعتقاله. فبيضحك يون وبيقول له انا اعتقله، مين قال لك اصلا انه دي الخطة؟ انا جيت في الاساس هنا عشان اقتله، فحتى لو عرفنا نعتقل جو بادلة قاطعة السيف الدموي هيتحرك عشان يساعد اخوه باي شكل، وهيستخدم سلطته عشان يصنع ادلة تنقذه من اللي هو فيه، وساعتها الخراب هيرجع للجيش وهيكون اكبر واعنف من قبل. وزي المرة اللي فاتت واحد مسكين في الجيش هيكون هو كبش الفداء للتبرير عن اللي بيحصل ده، وهيتم قفل القضية، بالاضافة انهم هينشروا شائعات كتيرة عني عشان يضعف مركزي في الطائفة. بس السبب الاهم من كل الهبل ده هو انه الحيوان جو مش هيتعاظ وهيقتل الناس اكتر وهيتجبر في الناس عشان يظهر قوته ويخلي الكل يخافوا انهم يعصوه مرة تانية. واكتر واحد هيتأذي في الليلة دي هو جانج نفسه صاحب الرسالة، ومعاه فريق التحقيق وعلى راسهم انت. بس طبعا الموضوع هيكون مبرر لما يتم قتل قائد الجيش الشيطاني اثناء محاولته لمقاومتنا خلال عملية الاعتقال، دي حاجة خارجة عن ارادتنا كلنا. وساعتها بغض النظر عن الوضع مش هيكون في حل غير تقبل الادلة اللي جبناها من التحقيق واثبات التهمة على جو، والكل هيخرج من هنا حي. فبيخاف سيو بيقول له بس انت مش خايف من اللي انت بتقوله ده يا سيد يون؟ في النهاية احنا مش بنتعامل مع شخص عادي، فالسيف الدموي الشيخ كبير جدا في الجيش وعلى الاغلب هيسعى للانتقام منك على قتلك لاخوه. فبيقول له يون لو كان السيف الدموي بالبساطة دي ما كانش هيوصل لمكانته في الحياة، ما كانش اصلا هيسيبني بعد ما قتلت حفيده وتلميذه الاول. ما تخافش ومش هيقدر يقرب مننا باي شكل. فبياخد يون بعضه وبيمشي. فبيوقفه سيو وبيقول له رايح على فين بس؟ فبيقول له يون انا رايح عشان اخلص على قائد الجيش الشيطاني بنفسي. وبعدها بيروح يون عند جو في الغرفة بتاعته وبيقول له انه كل حاجة مشيت زي ما هم عاوزين والتحقيق هيتقفل النهارده. فبيتبسط جو انه كل حاجة انتهت ويون هيمشي بقى من هنا. فبيقول له يون انت عارف لو بقيت الشيطان السماوي هحرص على مكافاتك على انهاء التحقيق ده بسلاسة. فبيقول له جو انا اللي لازم اكون شاكر ليك لانك خلصت وجع الراس ده بسرعة. فبيضحك يون وبيقول في نفسه زي ما توقعت انت بالفعل ما تعرفش حاجة عن المعلومات اللي معايا، باين كده انه جاء الوقت ان افرش الترابيزة دلوقتي. فبيقول له يون بما اني امشي من هنا كلمني بصراحة. فبيقول له جو مفيش مشاكل بس انت ليه بتسأل السؤال الغريب ده؟ فبيقول له يون انا مش فاهم، انت بالفعل بتمتلك فلوس كتيرة بغباء كونك قائد للجيش اصلا، فلو فضلت تصرف الفلوس دي ببذخ لحد ما تموت هيفضل منها لاحفاد احفادك، فليه بعد كل ده انت لسه عاوز تاني وبتجر معاك الجيش الشيطاني في طريقتك؟ فبيتفاجئ جو من كلامه ولكنه بيتمالك اعصابه وبيقول له وانا ايش عرفني الكلام ده؟ المفروض تسأله لجودانج الحيوان، هو اللي كان بيستغل الجيش من ورايا بما انه التاني في القيادة بعدي. فبيقول له يون وهل انت بالبساطة اللي تخلي لعبة من لعبك تضحك عليك في مصلحة كبيرة زي دي وانت مش واخد بالك حتى؟ فبيتضايق جو وبيقول له انت قصدك ايه يا امير الطائفة؟ فبيقول له يون انا اقصد افعالك مثيرة للشبهات يا عجوز انت. فبيتعصب جو وبيقول له انت اتجننت يا ولد، انت عاوز تعاديني
انا قائد الجيش الشيطاني بنفسي. فبيكسر جو المكان عشان يستعد لقتل يون، وقبل ما يدرك حتى بيلاقي السيف مخترق صدره بالفعل. ومع انتهاء يون من شرابه بيكون جو اصبح عاجز عن الحركه وحكم عليه بالموت. فبيقف يون وبيقول له قائد الجيش الشيطاني جو تشيو، انت راهن الاعتقال بتهمة استغلال سلطتك لتوريط جيش فيما يفوق 40 عملية قتل وتحريض وعمل تخص السوق السوداء والمافيا. فبيقول له جو ايه اللي انت بتعمله ده؟ اي حد هيعرف انها ما كانتش محاولة اعتقال. فبيقول له يون احتراما لمجلسك واخوك الاكبر قررت اخليك تموت موتة نبيلة على الاقل عشان تغطي شوية عن ماضيك الوسخ ده. فبيسحب يون سيفه وبيسقط جو جثة هامدة على الارض. فبيجوا الموجودين في المكان عشان يلاقوا جثة قائدهم غرقانة في الدم، وقبل ما يسألوا حتى بيقول لهم يون مفيش داعي للتفاجؤ من اللي حصل، فأنا بعد ما صرحت القائد جو بالتهم الموجهة لي حاول إنه يهرب مني وانتهى بي المطاف بإيقافه أثناء الاعتقال وقتلته. أظن إنه مفيش أي معترض على اللي حصل ده. سيو عاوزك تدور على القائد جانج وتأمره بتولي مسؤولية قيادة الجيش من هنا وجاي، وسجن كل أفراد الفرقة الأولى للتحقيق معاهم في مسألة تورطهم في عمليات السرقة والقتل اللي عملها جو. فبيشكروا جانج على انقاذه للجيش وبيوعدوا انه هيساعده في اصلاح كل اللي باظ فيه. وبعد ما بينتهي كل شيء بيروح يون علشان يبلغ كل اللي حصل لزعيم الطائفه وسيما يي، ولكن المفاجاه انه بيلاقي السيف الدموي في انتظاره. فبيفهم انه مش جاي عشان الكلام وانما عشان يخلص حقه من يون. وبيشوف السيف الدموي بيبص ليون بنظرات كلها ترقب. فبيساله يون ببرود مرت فتره كبيره على اخر مره تقابلنا فيها يا سيف الدم. فبيضحك السيف الدموي وبيقول له اتمنى انه الفتره دي كانت كافيه عشان تكون قوي وبصحة كويسة يا سيدي الشاب، ما تاخذنيش بس انا جيت مخصوص عشان اشوفك بالذات بعد اللي انت عملته في مهمتك الاخيرة. فانا جيت اسألك عن اللي حصل بالظبط، فانا لسه مش فاهم اللي حصل بشكل كامل. فبيقول له يوم ببرود انا بالفعل وضحت كل حاجة في التقرير يا سيف الدم، تقدر تروح تقراه او تخلي واحد من اتباعك يساعدك على قراءته لو الموضوع صعب عليك يعني، وهيعرفك كل حاجة بالتأكيد. فبيقول له السيف الدموي بس انا جاي علشان اسمعه من السيد الشاب. بالنهاية الموجودين في العشيرة عندي مجموعة من الأغبياء وممكن يفهموا كلامك بشكل خاطئ، فقول لي ايه اللي حصل بالتفاصيل عشان نبعد اي لبسة وشبهات. فبيستغرب يوم من ردة فعل السيف الدموي الباردة وبيقول في نفسه بما انه سيما يي والشيطان السماوي بيتفرجوا على اللي بيحصل ومحدش فيهم اتدخل لمساعدتي، فده معناه انهم سكتوا عشان يشوفوا انا اتعامل ازاي مع سيف الدم الخطير ده. يمكن انا خلصت المهمة بس بطريقتي لاغلاق القضية صار فيها مشاكل كبير. وبيكمل يوم كلامه وبيقول خلال التحقيق اللي قمنا بيه انا وفريق التحقيق واللي حصلت عليه من رئيس الوزراء سيما يي اكتشفت انه اخوك الاصغر جو قام باستغلال منصبه في ارتكاب جرائم بشعة خطيرة وكتيرة جدا. فلما قمت بمصارحته بالحقيقة حاول انه يقتلني اثناء الاعتقال، وده خلاني مضطر اني ادافع عن نفسي لحد ما انتهى بي الحال بالشكل المؤسف ده. انا اسف اني تسببت في الخسارة الكبيرة دي ليك يا سيف الدم، ولكن اخوك كان شخص مذنب وارتكب عدد كبير جدا من الجرائم واستغل منصبه عشان يحصل على الفلوس والقوة والسلطة والحاجات اللي عملها في سبيل تحقيق اهدافه الشخصية انا ما اقدرش اوصفها بالكلمات، فاتمنى انك تقدر الموقف. فبيقول له سيف الدم انا مش بلومك يا سيد يون، في النهاية انت من واجبك تطبيق العدالة بما انك السيد الشاب للطائفة، ولكن اللي مش قادر افهمه انه بالرغم انه اخويا جو كان شخص لقيت مثير للشفقة بس هو ما كانش غبي للدرجة اللي تخليه يقوم بالهجوم عليك بعد ما تم الكشف عن جرائمه حسب ما انت بتقول. فلو كان شخص بالغباء ده ما اظنش انه كان هيقدر يوصل للمنصب ده من الاساس. فبيقول يوم بنفسه انت معاك حق، لو كنت اشتغلت الموضوع بشكل قانوني فكان هيوافق اني اقبض عليه بكل هدوء، هيستنى لحد ما تروح علشان تساعده، وبما انك شيطان السيف الدموي واخوه الاكبر فهتقدر بكل سهولة انك تزور ادلة تساعدك على انقاذه، وفي اسوأ الاحوال هتحط التهم دي كلها في حد تاني بريء ويرجع كل شيء زي ما كان. عشان كده اضطريت اني اقتله بحيث ما تقدرش تساعده ويتم التخلص منه ومن تخريبه بالطائفة. وبيكمل يوم كلامه مع السيف الدموي بيقول له انت معاك حق، فشخص زي اخوك كان معروف بذكائه ولحد دلوقتي انا مش عارف ليه هو اقدم على فعل غريب زي ده. يمكن هو عمل كده لانه كان خايف من فكرة انه مش هيقدر يتحمل عواقب افعاله، او انه كان متضايق بسبب انه تم القبض عليه في عرينه من قبل شاب صغير اصغر منه في العمر باضعاف مضاعفة. فبيرد سيف الدم عليه قبل ما تيجي انا عديت على المشرحة عشان اشوف جثة اخي الاصغر، بس لما شفت الجثة لقيت شيء مثير للاهتمام، شاب يافع في مقتبل العمر قدر انه يخترق قلب اخي العجوز
تفوز بضربة واحدة. يمكن انت ابن الشيطان السماوي، ولكن انا ما كنتش متخيل انك هتوصل لمرحلة انك تقتل سيد فنون قتالية متعاقد بدون حتى ما تخترق لمستوى متدرب عادي. يا جدع اتقي الله، انت حتى ما قتلتوش بعد ما عاند معاك شوية، انت خلصت عليه بضربة حتى النوابغ اللي في نفس عمرك ما يقدروش على حاجة فشيخة زي دي. فممكن تقول لي ازاي عرفت تعمل الانجاز العظيم ده؟ فبيقول له يون انت معاك حق في الموضوع ده، فمستحيل على اي حد يقدر يقتل سيد فنون قتالية بضربة لو كان في نفس قوتي، بس انا ما قدرتش اعمل كده غير بمساعدة ابي. فبسبب التقنية اللي اتعلمتها لما كنا في رحلة الصيد ساعدتني على تعويض فارق القوة اللي ما بيني وما بينه، فلما هجم عليا استخدمت التقنية الخاصة بالشيطان السماوي عشان اوقفه، وبسبب قوتها الكبيرة انتهى بيه المطاف بالموت فورا بشكل فوري على ايدي. فبيفكر يون انه السيف الدموي هيشتعل من الغضب بعد تبرير ضعيف زي ده، لكن المفاجأة انه السيف الدموي بيضحك ليون وبيقول له انا مصدقك ايها السيد الشاب، عشان كده انا بشكرك على صدقك لحد دلوقتي معايا. انا بقيت قادر اني احس بالراحة، فانا كنت شاكك للحظة انك بتسعى لقتل اخويا بشكل شخصي، ولكن انت كان مسعاك هو حماية الطائفة واداء واجبك. فبيبص له يون بحزن وبيقول له مش عارف اقول لك ايه، بس انا اسف على النتيجة دي، ما كانش عندي خيار تاني. وبعدها بيكلم يوم نفسه وبيقول انت مثير للاعجاب اكتر مما تخيلت يا سيف الدم، رغم انك بتشتعل من الغضب في قلبك، ولو كان بامكانك لكنت دلوقتي ذبحتني قدام الشيطان السماوي وقطعتني لاشلاء، بالذات بعد ما قتلت تلميذك واخوك في اقل من شهر. ولكن بعد اللي حصل ده كنت قادر على التحكم في اعصابك، انا بشيد بمستواك الخرافي في ضبط النفس. فبيبص السيف الدموي على الشيطان السماوي وبيقابله الشيطان السماوي بنظرات كلها حزن وكانه بيواسيه على الوضع اللي وصلت ليه الاحداث دلوقتي. ولكن السيف الدموي بيقابله بابتسامه خفيفه، رسائل مجهوله احنا ما نعرفش ايه المغزى منها، ولكن الاكيد انها بتدل على عمر ومعرفه طويله ما بين الشيطان السماوي والسيف الدموي. فبيقول الشيطان السماوي بما انك خلصت اللي انت عاوز تقوله تقدر تروح دلوقتي عشان تلحق الجنازه. فبيقول له السيف الدموي انا بشكر الشيطان السماوي على اهتمامه وبوعده انه اللي حصل النهارده مش هيتكرر تاني. وبعد ما بيخلص كلامه بيمشي السيف الدموي من المكان. فبيقول يوم بنفسه اللي حصل من شويه يعتبر غريب قوي حتى بالنسبه لي، فعلى الرغم من كل اللي حصل لكن السيف الدموي ما اشتكاش حتى من اللي حصل ده. ففي الطبيعي كان المفروض انه يقول لابي على اللي عملته وانه ده كان مبالغ فيه او يحس بخيبه امل. ففي النهايه ابن سيده اللي كان بيخدمه خلص على 2 من افراد عائلته. صدقني ايها السيف الدموي انا ما كانش قصدي اكسر قلبك عليهم، بس الظروف هي اللي اجبرتني اوصل للمرحله دي. لكن هل بجد الموضوع هيخلص لحد هنا؟ فبيقاطع افكاره سيمايي وبيقول له انا شاكر انك قدرت ترجع قطعه واحده من كل ده يا سيد يون، يمكن الرحله كانت صعبه بس انت اتممتها على اكمل وجه. فبسبب الادله القويه اللي قدرت تجمعها في التحقيق بتاعك قدرنا ان احنا نقفل القضيه بتاعتك بدون اي مشاكل. صحيح هل انت بتعاني من اي اصابات في اي مكان؟ فبيضحك يون وبيقول له شكرا ليك يا سيد سيمايي على سؤالك، انا كويس وفي اتم الصحه. فبينادي سيمايي على الخادم وبيقول له بسبب انجازك الكبير والمجهود العظيم اللي بذلته في التحقيق والقبض على المخربين في الطائفه، قرر الشيطان السماوي زعيم الطائفه انه يسلم ليك مكافاه خاصه على المساهمه الكبيره بتاعتك في تحقيق العداله والقضاء على الفساد في الطائفه. ولما بشوف يون المكافاه بيكون في قمه الصدمه. وبيكمل سيمايي وبيقول ليون الزعيم الشيطان السماوي بيقدم ليك يا سيد يون نصل الشيطان الاسود، احد اهم عناصر الطائفه. فبيمسك يون السيف وبيقول مين كان يصدق انه نصل الشيطان الاسود هيكون في ايدي؟ السلاح ده احد السيوف الثمينه في الطائفه بعد السيف الاسطوري سيف الشيطان الابيض. المهمه ساعدت بشكل كبير في القبض على المجرمين والقضاء على جزء كويس من الفساد بالطائفه، بس حتى ده مش كافي علشان الشيطان السماوي يقدم عنصر مرعب زي ده. فبيضحك يون وبيقول ابي لو فعلا انت كنت عاوز تكافاني مش الافضل انك تديني سيف زهرة النبل الابيض؟ فهي بتناسب شخصيتي اكتر. فبيبص له الشيطان السماوي بكل شموخ وبيقول له بس انا شايف ان الشيطان الاسود ملائم ليك اكتر يا يون، ولا انت بتشك في بصيرتي؟ فبيسحب يون السيف وبيقول انت فعلا مش عارف ابنك خالص يا ابي، ومع ذلك انا هقبل هديتك العظيمه بكل سرور. وبعدها بيقول يون بنفسه اوف السلاح ده طلع جامد قوي، فعلى الرغم اني ما استخدمتش اي طاقه في السيف ولكن هالة الصقيع اللي بتخرج منه شديده قوي. فبيبص الشيطان السماوي على يون وبيبتسم ابتسامه خفيفه. فبيتفاجئ سيمايي لانه الشيطان السماوي من بعد ما اخذ عرش الطائفه والابتسامه ما وصلتش لقلبه نهائيا حتى بعد ما احتل ربع القاره وخلاها تحت سيطرته. فبينبسط ان الشيطان السماوي اخيرا حصل على سبب للحصول على السعاده والفخر بحياته الدمويه دي. فبيقول يون انا شاكر لكلامك الشديد يا سيد الطائفه، فانا ما كنتش احلم بالحصول على سيف عظيم زي ده، بس انت مش شايف انه دي مكافاه
كبيرة شوية. في النهاية السيف ده شديد الندرة ومش اي حد ينفع يحصل عليه، قصدي مش شايف انه دي مكافأة اكتر من اللي انا استحقها. فبيقول سيما ايه، ازاي تقول كده يا سيد يون؟ القضية اللي انت قمت بحلها كانت من اكتر مسائل الفساد تعقيد وصعوبة بالطائفة، حتى انا ما كنتش عارف ازاي هتتعامل معاها بالشكل الصحيح، ولكن انت مش بس قدرت تتعامل مع المشكلة، انت كمان عاقبت المسؤول عنها وخليته عبرة لاي حد يحاول يعيش فساد في الطائفة بتاعتنا. انت بالفعل تستحق المكافأة دي بجدارة. ولا انت ايه رأيك يا زعيم الطائفة؟ هل كنت تتوقع انه سيد يون يقدر على الانجاز العظيم ده؟ فبيقول الشيطان السماوي، اطلاقا، انا بس كنت متمني انه ما ينفخش صدره قدام جنود الجيش ويتسبب بموته. فبيقول يون بنفسه، طبعا الكلام ده مش صحيح، فاغلب الظن ان انت كنت عارف اني اقدر اعمل المهمة دي، اقل القليل كنت بتملك بعض الثقة والايمان فيا. فهو عارف اني اتممت تعلم تقنية النصل المحلق، ومع حصولي على حبة جوهر الاكسير الشيطاني اللي كانت اصلا في الكهف، فبغض النظر عن المنافس فاكون قادر على التعامل معه. عشان كده هو كان واثق من قدراتي على التعامل مع اغلب المشاكل المتعلقة بالقوة اللي كانت في الجيش، ولكنه ما كانش متوقع اني اخلص على اخو السيف الدموي واخلص من مشكلة هروبه من العدالة بمساعدة اخوه. عشان كده الشيطان السماوي اداني السيف ده، فالغرض ما كانش تقويتي بس وانما حمايتي، لانه لما يشوف السيف الدموي السلاح ده في ايدي الموضوع هيكون اشبه بانه زعيم الطائفة بيحذر السيف الدموي انه يقرب مني، وكأنه بيقول انا شاكر على مجهودك، لكن لو قربت لابني همحيك من على وش الارض. فبيشكر يون الشيطان السماوي وبيقول له، ابي انا بالفعل ممتن ليك من كل قلبي على الهدية الكبيرة اللي انت قدمتها ليا والرسالة الخفية اللي فيه، وبوعدك اني اقدم كل ما املك في سبيل حماية الطائفة. فبيتفاجأ زعيم الطائفة من كلام يون وبيأمره بقى بالانصراف. فبيخرج يون من قصر زعيم الطائفة وبيسمع صوت بيقول له، الشمس جميلة قوي النهارده يا سيدي، ايه رايك تستريح معايا شوية؟ فبيبص يون على مصدر الصوت وبيلاقي السيف الدموي هو اللي قال الكلام ده. فبيقول يون بنفسه، زي ما توقعت العجوز ده مش هيعدي اللي حصل ببساطة، فالموضوع لسه ما انتهاش بالنسبة لي. وبعدها بيروح يون عند السيف الدموي وبيظهر سيف الشيطان الاسود اللي حصل عليه من الشيطان السماوي. فبيفهم السيف الدموي الرسالة وانه يون بقى محصن من قبل زعيم الطائفة نفسه ومش هيقدر يتعامل معاه بتهور. فبيقول يون، باين انه الصيف حر قوي على غير العادة، فحاجات كتيرة بدأت تحصل وشكلها تولع على الكل. وفجأة بيشتعل السيف الدموي من الغضب وبيقول له، انت فاكر اني هسيبك بعد ما قتلت اخويا وحفيدي حتى لو كل العالم بقى في ظهرك؟ فنصل سيفي هو اللي هيقوم باخذ رقبتك يا كلب الطائفة الشيطانية. فبيتصدم يون من هالة القتل الجنونية اللي بتخرج من السيف الدموي. وفجأة بيضحك السيف الدموي وبيقول، هو مش ده المفروض اقوله في الوضع ده صح يا سيد يون ولا ايه؟ وفجأة بينفجر يون من الغضب وبيقول له، انت فاكر انك علشان واحد من الاعمدة هتعرف تخوفني؟ اخوك كان شخص مستبد كلب متحامي فيك، عشان كده كان لازم يتم التعامل معاه. فلو كنت فاكر انك علشان احد الاعمدة هسيبك، انا بالفعل ممكن اقتلك انت وكل اللي هيتسبب في مشاكل للطائفة دي. وبعدها بيضحك يون وبيقول له، مش ده برضه الكلام اللي مفروض اقوله ليك للرد على الكلام اللي انت كنت هتقوله؟ فبيتفاجئ السيف الدموي من اللي بيحصل وبعدها بينفجر من الضحك وبيقول، ما كنتش متوقع انه مجرد شاب ما كملش ال20 سنة هيقدر انه يخوفني بالشكل ده. وبعدها بيسكت السيف الدموي وبيقول، انا مقدر الوضع بس ما كانش ينفع تعدي الموضوع علشاني، انت كده عارف انا قدمت ايه للطائفة كل السنين دي. فبيقول له يون، ما كانش بايدي، فبالفعل كنت انا ناوي اتعامل مع الوضع بشكل اخف من كده. في اليوم الاول اللي وصلت فيه للجيش كنت مخطط اني اعزل اخوك عن منصبه وخلاص، ولكن افعاله كانت وصلت بالفعل للهاوية. هو ما كانش هيتعظ حتى لو انت ما تدخلتش لمساعدته، كان هيستخدم علاقاته للهروب، وحتى لو تم معاقبته هيخرج اسوأ من قبل، وفي النهاية هيرجع لاصله وهيعيش فساد من تاني في الطائفة. عشان كده انا كنت مضطر احط حد لكل ده. فبيبص الشيطان السماوي بنظرات حسرة على يون وبيقول، في الحالة دي انا ما اقدرش اعترض على قرارك، انت بالفعل اتخذت القرار الصحيح. فبيقول له يون، انا متأكد انك كنت عارف بكل الاعمال الوسخة اللي كان بيعملها اخوك في الجيش، ليه ما حاولتش رغم قوتك ومكانتك تمنعه من الغرق في مستنقع الشهوات ده؟ فبيقول له السيف الدموي، والله الموضوع ما كانش بيدي، هو اللي كان شخص عنيد وما سمعش لتحذيراتي. الموضوع مثير للسخرية، انا الشخص اللي حاولت اصنع تاريخ نظيف في مسيرتي عشان اعيش حياتي بدون ندم، ولكن موت اخويا عرفني اني ما كنتش الشخص المستقيم اللي كنت فاكره. فلسبب ما لما سمعت خبر اخويا ما تأثرتش خالص، بل على العكس تماما. لما سمعت انه مات اول حاجة قلتها انه كويس انه مات دلوقتي عشان انا مش هضطر احس بالعار ان عندي اخ زي ده. فبيتفاجئ يون وبيقول في نفسه، ليه السيف الدموي بيكلمني بصراحة عن اخوه رغم كل الخسائر اللي تسببت فيها لي؟ وفي لحظة صمت ما بين الاتنين بيقطع يون الصمت وبيقول، انا مقدر شعورك. فبيتفاجئ
السيف الدموي من كلام يون، وبعدها يون بيكمل: احنا الاتنين تقريبا محطوطين بنفس الموقف، فانا برضه كنت هحس بنفس شعورك لو سمعت خبر موت اخويا، كنت هكون مرتاح لاني ما كنتش هكون مضطر اني اقتله بنفسي. فبيتفاجئ السيف الدموي من كلام يون وبيحس انهم بجد متشابهين قوي، فبياخد سيفه وبيمشي من المكان. وبيقول يون بنفسه: انا مش عارف ايه اللي بيفكر فيه السيف الدموي دلوقتي، لكن بغض النظر الامور عدت على خير النهارده، فانا ما استبعدش ان هو لسه شايل مني وهيحاول انه يعاقبني على اللي انا عملته فيقربه، او ممكن يتحول حزنه ده لغبار بعد ما ادرك ان احنا واجهين لعمله واحده. لكن مش مهم ايه اللي بيفكر فيه، في النهايه انا مش ندمان اني قتلت اخوه او حفيده، فانا وعدت انه اللي هيستحق هو اللي هيكمل في الكره دي. وبعدها بيرجع يون للغرفه بتاعته علشان يشوف السيف الجديد اللي حصل عليه، وبيقول: لما السياف بيحصل على سيف جديد لازم ينفرد بالسيف ده علشان يقدر يعمل رابطه ما بينه وما بين السيف، لانه السيف بيتواصل مع المحارب اللي بيستخدمه، بالذات لو الواحد معاه سيف منقطع النظير زي سيف الشيطان الاسود. فعلى عكس السيوف التانية، السيف ده الرابطه بتاعته بتكون اعمق واشد من الاسلحه العاديه، وبما انه السيف ده لسه ما رفضنيش فده معناه اني على الاقل بملك المقومات لاستخدامه. عشان كده لازم احرص انه الرابطه اللي تكون ما بيني وبينه قويه جدا، والا السيف مش هيظهر القوه الكامله بتاعته. فخلينا نجرب ايه اللي ممكن واحد يحصل عليه لما ياخد سلاح اسطوري زي ده. فبيضخ يون شويه من الطاقه الداخليه بتاعته، وفجاه بتخرج هاله جليديه مجنونه في المكان. فبينبسط يون لانه القوه التدميريه دي نتجت عن استخدامه لشويه من الطاقه الداخليه بتاعته، فلو دخل في قتال حقيقي السلاح ده هيضاعف من طاقته بشكل كبير. وبعدها بيبدا يون انه يتدرب على السيف عشان يقدر يشوف هو يقدر يسيطر عليه لحد فين، وبيلاقي انه قادر يتحكم في السيف بكل سهوله. وبتعدي بعدها الايام ويون بيكمل تدريبه على السيف الجديد بتاعه عشان يكون اقوى، لحد ما في يوم بيخرج يون من العزله بتاعته علشان يشوف الطائفه. فبيتفاجئ بعدد ضخم من المحاربين واقفين على عتبه بابه بيرمقوه بنظرات كلها غضب، وبما انه العدد الضخم ده بيبص ليه بالشكل ده فده معناه انهم اتباع السيف الدموي. فبيقول يون: انا مش عارف اذا السيف الدموي هو اللي امرهم بالحضور عندي ولا لا، ولا هم اللي جم من دماغهم علشان يخوفوني، بس اللي انا متاكد منه انهم كلهم بيكونوا الكراهيه تجاهي. فهاله القتل اللي بتخرج منهم وبتتجمع عليا قويه جدا لدرجه انها بدات تتاثر على استقرار الطاقه في جسمي، فلو فضلت بتعرض للضرر ده لفتره اطول فممكن اصاب باصابات داخليه من الهاله بتاعتهم. بس ليه هم بيعملوا كده؟ هل هم خايفين يقتلوني باسلحتهم فبيستخدموا الهاله، ولا هم عاوزين يضغطوا عليا بشكل كبير بحيث يجبروني ادخل غرفتي واظهر جبان قدامهم وما استحقش منصب المرشح لمنصب الشيطان السماوي؟ بس استنى، المحاربين دول كلهم بيستخدموا طاقتهم عليا، دي فرصه مش هتتكرر كتير اقدر استغلها في استخدام مهاره تقويه الاورده الذهبيه. المهاره دي بتسمح لي ان انا امتص القوه اللي بيتم ارسالها من حواليا، كل ما كان عدد المحاربين اللي بيرسلوا طاقتهم اكبر تاثير المهاره هيزيد. في الحاله دي انا اقدر اني اوفر وقت ومجهود في التدريب واكبر الطاقه المخزنه في جسمي. فبيستخدم يون الاورده الذهبيه عشان يمتص طاقه المحاربين اللي جايه عليه، وبيكمل طريقه عشان يظهر للكل انه مش خايف من حد. فبيستغربوا المحاربين انه يون مش متزعزع حتى بعد ما تم ضخ هاله القتل الكبيره دي بشكل مباشر عليه، وبيفضل يون يمتص الطاقه الكبيره دي بشكل مستمر لحد ما بيقدر انه يمتصها بالكامل، وطاقته بتزداد بشكل كبير قوي. فبيتفاجئوا كل المحاربين انه يون قدر انه يصمد كل الفتره دي من غير ما يحصل له حاجه، وبيدركوا انه مش الشخص اللي يقدروا عليه، وبيفتحوا له الطريق عشان يمر من خلالهم. فبينبسط يون لانه ضرب عصفورين بحجر واحد، قدر انه يرفع من قوته وفوقيها اظهر للكل انه الاقدر بلقب زعيم الطائفه اللي جاي. وبعدها بيروح يون عند قصر الشيطان السماوي وبيلاقي العرش بتاعه فاضي، وبعدها بيسمع الشيطان السماوي بيقول له: ايه عايز تقعد على عرش سيد الطائفه؟ فبيتفاجئ يون لانه ما حسش بيه لما ظهر من وراه، وبيقول له: لا مفيش داعي، مين عاوز يكون اسير لكرسي مريض زي ده؟ فبيقول له الشيطان السماوي: الكلام ده مش مهم طالما انت بقيت المختار للجلوس، فتعال وجرب ايه اللي هيحصل لما تكون سيد الطائفه الشيطانيه. فبيقعد يون زي ما طلب ابوه منه، وبعدها الشيطان السماوي بيساله: ايه شعورك بعد ما حصلت على العرش الخاص بزعيم الطائفه؟ فبيبص يون على المكان من حواليه وبيقول: في الحقيقه انا كنت فاكر ان الموضوع هيكون مشوق اكتر من كده، بس حتى بعد ما تخيلت انه المكان ده بتاعي وبقيت المسؤول عن الطائفه مش حاسس باي حاجه. فبيرد الشيطان السماوي: ده بالظبط اللي حصل معايا، مكان بايس بيحس على الحقد والكراهيه المحسوبه من كل اللي موجودين في المجلس، رغم ان انا بكره المكان ده اكتر من اي حاجه، ولكني مضطر اني اكون هنا، فده واجبي تجاه الطائفه، وطالما الموضوع بيخص موطني فلازم اتحمل اي حاجه كانت.
فبيقول يون بنفسه اظن ان انا فاهم قصده. فبعد ما قتل عدد كبير جدا من الناس في طريقه عشان يوصل للعرش ده بما فيهم اخوه، اكتشف ان كل حاجة قتل علشانها ما كانش ليها اي فايدة. مع الاسف الناس بتكون موهومة بالسلطة والنفوذ وما تعرفش مقدار المسؤولية والضغط والمعاناة اللي بتصاحب الكرسي ده. وبعدها بيقطع الشيطان السماوي تفكير يون وبيقول المحاربين اللي ظهروا قدام بيتك ما جوش بأمر من السيف الدموي، وإنما هم اتفقوا مع نفسهم وراحوا عندك، فما تاخدش الموضوع بشكل شخصي معاه. فبيقول له يون يعني انت كنت عارف من الأول ما قلتليش ليه؟ أنا فاهم إنك بتختبرني بالموضوع لكن ده كان مخيف أوي. فبيبص له الشيطان السماوي وبيقول له إيه كنت خايف منهم؟ فبيقول له يون الموضوع ملوش علاقة بالخوف منهم، كأنه أشخاص هيحاولوا يقتلوني، وإنما إيه اللي هيحصل لو أنا اتخذت حكم خاطئ ممكن يتسبب في مشاكل أكبر. لو حد منهم هجم عليا كنت هضطر أدافع عن نفسي وممكن أقتل ناس كتيرة في المعركة دي. ساعتها حتى لو عشت فهخسر حقي في كوني الخليفة بسبب قتلي لأعضاء الطائفة بتاعتي. السبب في خوفي من اللي حصل مش إني هقتل الناس دول، وإنما مسؤولية إنه أعضاء طائفتي ممكن يتم قتلهم على إيدي، حتى لو كان الموضوع بيتعلق بالدفاع عن النفس وإنه موقفي صحيح. الموضوع بيرعبني إني أتسبب في خراب طائفتي. فبيقول له الشيطان السماوي لو أنت عاوز تعيش حياتك بالشكل الصحيح اعرف إنه قرارك اللي اقتنعت بيه لازم تنفذه وما تبصش للماضي وإنما تعلم منه وتجهز للمستقبل. دي الطريقة الوحيدة للتعامل مع الحياة والمواقف الاستثنائية اللي بتحصل فيها. فبيتفاجأ يون وبيقول في نفسه معقولة أبي قال لي الكلام ده علشان يدعمني ويهون عليا اللي أنا فيه ده بجد؟ هل هو بيهتم بيا؟ فبيضحك يون بعد ما بيحس إنه أبوه بيهتم بيه فعلا وبيقول أنت عارف أنا كنت بفكر إيه رأيك نرمي التماثيل اللي تجيب الهم دي قصادي؟ المكان ده المفروض مكان اجتماعات والحاجة دي لازم تكون فيها شوية بهجة مش بس تماثيل الجن اللي انت حاططهم دول. فايه رأيك نجيب جميلات السهول الوسطى بحيث يكونوا موجودين كمظهر جمالي في المكان ويغيروا الجو العام ليه؟ فبيبص ليه الشيطان السماوي بنظرات كلها قرف وشوية وهيقوم يديله قلمين كده على دماغه عشان يفوقه من العبط اللي بيقوله. فبيقول له يون بما اني بدأت اخرف خليني امشي من هنا بدل ما نخسر بعض. فبيسيبه الشيطان السماوي وبعدها بيقف يون وبيقول له بقول لك ايه يا ابي هل هتتضايق لو قتلت السيف الدموي؟ فبيبص الشيطان السماوي ليون شويه وبعدها بتملي ضحكته المكان بالكامل وبيقول يمكن انت عملت انجاز كبير لما قدرت تقتل قائد الجيش الشيطاني، بس ما تخليش الغرور ياخدك وتسافر بخيالك بعيد وتفتكر انك قادر بقدراتك الحاليه على قتل السيف الدموي. فبيضحك يون وبيقول له وبما انك مدرك للحياه دي خلتني اتصادم بيه ليه من الاول؟ بما انك السبب في كل اللي حصل فلازم تتحمل مسؤوليه افعالك يا ابي. فبيقول له الشيطان السماوي انا بالفعل ناوي اتحمل المسؤوليه، عشان كده انا هخليك القائد الخاص بجناح العالم السفلي جناح نيرفانا. فبيتفاجئ يون وبيقول في نفسه هو بيتكلم بجد؟ جناح العالم السفلي هو الجزء المتعلق بوكاله التفتيش والتحقيق صاحبه السلطه الاكبر بالطائفه. دي سلطه كبيره جدا، ده حتى الشيطان السماوي زعيم الطائفه ممكن يكون في خطر لو ما عرفش يسيطر على مسؤول العالم السفلي. فبيضحك الشيطان السماوي وبيقول له ايه مخضوض كده ليه؟ ما تقوليش انك خايف من المنصب ده، انت مش قلت لي برضه في يوم من الايام انك عاوز تغير الطائفه بالكامل؟ فبيتضايق يون وبيقول في نفسه هل هو مدرك للي بيقوله ده؟ كون ان انا بقيت المسؤول عن قسم التحقيق الداخلي هيخليني عدو لكل اللي موجودين في الطائفه؟ هل الزعيم معقوله يرميني للتهلكه عشان يستخدمني في حل المشاكل اللي بتعيق شغله في الطائفه؟ فبيبص يون للشيطان السماوي وبيلاقي نظرات الحزم عليه. فبيقول يون بنفسه مهما طال الوقت اللي بعد كده لسه الراجل ده مش قادر اني اقرا افكاره بالشكل الصحيح. فابي من النوع ده من الاشخاص اللي هيرمي اولاده للبحر عشان يعلمهم ازاي يعوموا. هو مدرك لخطورة الموضوع عليهم. ممكن الرغبة بتاعته اني يتعامل مع مشاكل الطائفة استعدادا لتولي منصب الشيطان السماوي من بعده. فبيقول له يون بما انك هتبعتني لقتل الخرفان اللي مضايقينك فقلل قليل انك تديني اللي يساعدني على ذبحهم. فبيسأله الشيطان السماوي في الحالة دي انت عاوز ايه بالظبط؟ فبيقول له يون انا عاوز ادخل مكتبة الشيطان السماوي. فبيتصدم الشيطان السماوي من الطلب ده لانه ما كانش متوقع ان يون هيطلب شيء عظيم زي ده. بس ليه؟ المكتبة دي مميزة. وليتفاجئ الشيطان السماوي لما طلب يون منه انه يدخلها وبيكون مصدوم قوي من طلبه ده. فبيقول يون بنفسه مكتبة الشيطان السماوي واحدة من اعظم الكنوز اللي موجودة في القارة. ففي المكتبة دي بيتم تخزين الفنون القتالية النادرة، عشان كده المكان ده قلة قليلين من الناس يتعدوا على الاصابع حتى يقدروا
يقدروا يدخلوه، واللي منهم الشيطان السماوي الحالي. وبما اني هتعامل مع مشاكل الطائفة فلازم اروح لهناك عشان احصل على القوة اللي تخليني قادر على التعامل مع الاعضاء المحتملين في المستقبل. وبعدها بيقطع الشيطان السماوي كلامه وبيقول له اذا كنت فاكر انك هتعرف تتعلم شوية مهارات قتالية فريدة لمجرد دخولك للمكتبة فانت غلطان. في افضل الاحوال هينتهي بيك المطاف بقراءة عناوين الكتب للفنون السرية وانت عاجز عن فهمها او حتى تقليدها. فبيقول يون بنفسه كل اللي قاله ابويا صحيح، فالفنون السرية الفريدة اللي في المكتبة معقدة وشديدة التشفير، فحتى لو كنت محظوظ في حصولي على افضل مهارة في المكتبة لنفسي فهتكون على نفس المستوى من تعقيد مهارة زي مهارة النصل المحلق اللي اتعلمتها من الشيطان السماوي واللي بسطها لي بشكل كبير، ولولا كده ما اظنش اني كنت هعرف اتعلمها. فبيضحك يون وبيقول له انا عارف الكلام ده بس انا عايز اجرب حظي. فبيسكت الشيطان السماوي شوية وبيكمل انا مش عارف ايه نوع النوايا الخبيثة اللي عندك، بس بما انك هتتولى منصب مهم زي رئيس العالم السفلي فلازم يتم اعطائك الفرصة للوصول لاعلى مستوى ممكن من المهارات. عشان كده انا اسمح ليك بدخول المكتبة ل7 ايام، 7 ايام مش اكتر ولا اقل. فبينحني يون ليه وبيقول له شكرا ليك يا ابي انك قبلت الطلب ده، واوعدك اني اخرج بنتائج ترضيك. وبعدها بيروح يون على مكتبة الشيطان السماوي واللي بتكون مليانة بعدد ضخم من الكتب اللي بتضم فنون قتالية من كل الاشكال والانواع. فبيمشي يون في المكتبة وبيقول في نفسه في الكرة الاولى رجعت طائفة الشيطان السماوي بعد ما تم جمعها من تاني، وده للحصول على المكون الاخير للانحدار العظيم روح الشيطان السرية. في الوقت ده كنت بالفعل وصلت ل40 سنة وشكلي متغير جدا لدرجة انه محدش كان هيعرف يتعرف عليا خالص، بالاضافة انه الكل كان فاكر اني ميت. فالموضوع ما كانش صعب اني اخفي هويتي، وبسبب تمرسي الموضوع ما خدش في ايدي وقت كبير عبال ما تحولت من مقاتل عادي لصاحب منصب قادر على التكلم مع زعيم الطائفة بدون وجود اي حد معانا. وفي يوم سمعت قصة استثنائية من الزعيم عن فن قتالي استثنائي محدش كان قادر على التعامل معاه ابدا، خطوات سامي الرياح الاربعة. وزي ما بيوحي اسم التقنية ففي 4 تشكيلات رئيسية في المهارة دي، وحسب كلامه كانت التقنية المفقودة للوصول لمستوى الشيطان السماوي المؤسس صاحب القوة التي لا تقهر، ولكن لسبب ما ضاعت التقنية دي ومحدش قدر انه يوصل ليها لفترة طويلة من الوقت. عشان كده ابي مات بسبب افتقاره للتقنية الاخيرة في الوصول للمستوى الكامل للشيطان السماوي. لكن بعدين زعيم الطائفة الجديد تشو قدر انه يحصل على خطوات سامي الرياح الاربعة واللي غيرت حياته بالكامل. وبعدها بنشوف فلاش باك ليون لما كان قاعد مع تشو، فبيقول تشو انا عمري ما كنت ابقى زعيم الطائفة الشيطانية بدون حصولي على الفن المفقود لخطوات سامي الرياح الاربعة في مكتبة الشيطان السماوي. فبيتفاجأ يون وبيقول له خطوات سامي الرياح الاربعة مش المفروض الفن القتالي ده ضاع من وقت طويل ومحدش قدر يحصل عليه، ازاي عرفت انت تلاقيه؟ فبيقول له تشو لانه الفن الاسطوري ده ما كانش موجود في المكان اللي كان المفترض يكون فيه، فعلى عكس الكتب اللي كانت في الرف كان الكنز الثمين ده مرمي تحت رف الكتب ال19. وبنرجع بعدها للحاضر وبنشوف يون بيدور بنفس المكان على الدفتر، وبالفعل بيلاقي كتاب الفن القتالي الاسطوري فن خطوات سامي الرياح الاربعة. وبيقول يون انا مش مصدق الكنز الخاص بالطائفة كان موجود هنا فعلا. فبيبدأ يون يقرا كتاب المهارة وبيكون مصدوم جدا من قوتها، وبيقول خطوات سامي الرياح الاربعة تقنية غير مسبوقة وبتتكون من 4 تقنيات بداخلها، واللي بتكون خطوات الظل الداكن، خطوات البرق السامي، خطوات ملك العالم السفلي، واخيرا خطوات ضوء النجوم. الخطوة الاولى خطوات الظل الداكن تعتبر احد افضل تقنيات التسلل اللي شفتها في حياتي، فباستخدام المستوى الاول من التقنية تقدر تختفي بشكل كامل عن اعين اي شخص بغض النظر عن فرق المستوى. ومع اتقان المهارة لاخر مستوى المستخدم يقدر يختفي بشكل فوري من اعين وحواس عشرات الخبراء بدون وجود نهائيا. والمرعب اكتر انه مفيش تقنية قادرة على الكشف عن وضع الاختفاء بعد تفعيله. الخطوة الثانية خطوات البرق السامي، وعلى عكس اسمها اللي بيوحي بالهجوم والقوة البرقية، لكن البرق السامي تعتبر تقنية دفاعية هي بتسمح للمستخدم بالحصول على طريق مضمون للهروب والنجاة من اي هجوم حتى لو كان مفيش مفر منه. اما الخطوة الثالثة خطوة ملك العالم السفلي واللي تعتبر تقنية تحييد هجومية دفاعية مرعبة جدا، فطالما الهجوم بينتج عن الاحتكاك سواء بسيف او بسلاح تاني التقنية دي بتقدر تحيد او تبطل الهجوم بشكل كامل وتوقف اي محاولة للمراوغة من العدو. واخيرا الخطوة الرابعة خطوة ضوء النجوم، اسرع تقنية حركية في العالم، تقنية قادرة على رفع سرعة المستخدم بسرعة اكبر من سرعة الريح، وخلال الحركة يقدر المستخدم انه يدمج اي تقنية من التقنيات ال3 السابقة مع التقنية دي لصنع هجمات اسطورية بسرعة الريح. معرفش مين المخبول اللي قدر
يخترع التقنية المرعبة دي، بس اكيد لو كان فضل عايش اكتر من كده كان العالم هيكون تحت رحمته. وبعد 7 ايام في مكتبة الشيطان السماوي بيرجع يون لقصر الشيطان السماوي، فبيسأله الشيطان السماوي ايه الاخبار؟ عملت ايه في المكتبة؟ فبيضحك يون وبيقول له هاتي انجاز كويس وتعلمت تقنية حركة كويسة هتنفعني في القتالات. فبيقول له الشيطان السماوي تقنية حركة؟ ايه اسم التقنية دي؟ فبيقول له يون انا تعلمت تقنية خطوات سامي الرياح الاربعة. فبيتصدم الشيطان السماوي انه ابنه قدر يلاقي العنصر الاخير في وصوله لقوة السلف الاول للطائفة، فبيتعصب وبيقول له بطل كلام فارغ، ازاي تجرؤ انك تكذب عليا وتدعي تعلمك لفن اسطوري زي فن خطوات سامي الرياح الاربعة؟ انا يمكن متسامح معاك عشان قدراتك وانجازاتك، بس ده مش كافي اني اغفر ليك النوع الفاضح ده من الكذب. فبيضحك يون وبيقول له وهل انا بملك الشجاعة عشان اكذب على زعيم الطائفة في حاجة؟ فبيبص الشيطان السماوي ليون بنظرات مليئة بالشك وبيكمل في الحالة دي وريني الفن المفقود خطوات سامي الرياح الاربعة. فبيرد يون وايه اللي هاخده في المقابل؟ انت عارف انه مش اي حد ينفع اوريه التقنية السرية بتاعتي حتى لو كان الشيطان السماوي ابويا. فبياخد الشيطان السماوي نفس عميق وبيضحك بسخرية وبيقول له لو وريتني التقنية دي هسيبك تعيش. فبيضحك يون من تهديد ابوه ليه وبيبدأ انه يستخدم الشكل الاول من خطوات سامي الرياح الاربعة، واللي لما بيشوفها الشيطان السماوي بيتفزع من مكانه من كتر الصدمة. فحتى هو بكامل مهاراته العظيمة ما كانش قادر على تتبع حركات يون وهو اقل منه في المستوى والامكانيات. وبعدها بيسأله وهو متفاجئ انت لقيت فين خطوات سامي الرياح الاربعة؟ فبيقول له يون هكون لقيتها فين؟ انا لقيتها في مكتبة الشيطان السماوي بتاعتك. فبيطلع الشيطان السماوي هالة قتل مرعبة وبيقول له هو بيشتعل من الغضب انت بجد بتجرؤ انك تكذب عليا؟ هل انا كنت طيب معاك لدرجة انك تستغفلني؟ خطوات سامي الرياح الاربعة ما كانتش في المكتبة، عمرها ما كانت هناك، والا عمري ما كنت هسيبها لحد من الاساس. فيا ترى الشيطان السماوي هيتعامل ازاي مع يون بعد ما عرفه انه خطوات سامي الرياح الاربعة كانت في المكتبة؟ وهل هيجبره انه يقول له فين الكتاب؟ وايه الحاجات التانية اللي هتحصل مع يون؟ ده اللي هنعرفه في الموسم الثاني من الحكاية الاسطورية بتاعتنا. طبعا الفصول خلصت لحد هنا يا شباب، وهنستنى كام فصل ينزلوا كده وهنكمل لكم الحكاية باذن الله. فخلونا نقول لكم دلوقتي سؤال النهارده واللي هو بيقول من ماذا تتألف خطوات سامي الرياح الاربعة؟ اللي هيجاوب على السؤال ده صح هيطلع تعليقه معانا في بداية الموسم اللي جاي. وبس كده يا شباب، اشوفكم ساعتها بخير ان شاء الله. ما تنسوش توصلوا الفيديو ده لل7000 لايك، وما تنسوش الاشتراك عشان ده بيفيدنا كتير. اشوفكم ساعتها بخير ان شاء الله. شكرا، سلام.